صباحكم حلو، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من السوبر. النهارده في الجزء الثاني من السوبر مشرفنا ومنورنا الكابتن علاء علي، نجم طلائع الجيش، واحد من اللعيبه المميزين جدا جدا. وهو طبعا ابن من ابناء نادي الزمالك، والفتره طويله جدا جدا كان يعول عليه جمهور نادي الزمالك كثيرا. هو دلوقتي من الركائز الاساسيه في فريق طلائع الجيش، ومن اللعيبه المهمه جدا ومن اللعيبه المحترمه في الدوري الممتاز. النهارده هنتكلم في الكوره، نتكلم في الدوري، وعندنا احداث كتير جدا جدا واخبار كتير جدا. حضراتكم تقدروا تشاركوا معانا في الحوار ازاي؟ من خلال الهاشتاج بتاعنا السوبر_علاء_علي. ايوه زي ما ظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي، وكمان من خلال الصفح بتاعتنا على فيسبوك، على تويتر، باسم البرنامج برنامج السوبر. وهتوجهوا سؤالكم لكابتن علاء علي. بعد الفاصل اخبارنا المحليه. في حاجات كده الحقيقه ما بعرفش امسك نفسي فيها، ما بعرفش ما اعلقش عليها. يعني تصريح الكابتن فاروق جعفر انه تولى مسؤوليه الداخليه. بنبارك للكابتن فاروق جعفر بكل تاكيد توليه لمهمه تدريب فريق الداخليه. انما التصريح اللي قاله الكابتن الحقيقه فاروق جعفر غريب شويه، على الاقل بالنسبه لي. يعني انا كان قبلت تدريب الداخليه علشان خدمه الوطن. ايه علاقه انه امرن الداخليه عشان خدمه الوطن؟ انا ممكن على فكره ادرب سموحه برضه ابقى بخدم الوطن، ممكن ادرب اي فرقه ابقى بخدم الوطن. انا بشوف الحقيقه في يعني حاجات كده غريبه شويه. بنتكلم على فرقه الداخليه على فكره يا كابتن فاروق، بنتكلم على فرقه الداخليه، مش بنتكلم على وزاره الداخليه. يعني في فرق. وزاره الداخليه كلنا يعني ما عندناش مشكله، وخدمه الوطن وزاره الداخليه، وخدمه الوطن وزاره الدفاع، ما عندناش مشكله. يعني يبقى التصريح في محله. انما فرقه الداخليه فرقه كوره، فرقه الداخليه زي فرقه الانتاج الحربي، زي فرقه سموحه، زي الاهلي، زي الزمالك. انا مش هطلع اقول مثلا انا هقبل تدريب فريق مثلا الاتحاد السكندري لخدمه الوطن. غريب شويه. انا بقول ده ليه؟ لانه الكابتن فاروق جعفر ده نجم كبير، نجم. احنا يعني ما ده بالنسبه لنا حاجه كبيره، اسطوره يعني. فالتصريحات اللي زي دي الناس تاخدها علينا. قال لك بص بيتقال ايه وانتوا عارفين يعني الناس بتدور وبتنكش وبتاع، من باب المحبه والله. يعني من باب المحبه، بقول ده من باب المحبه، من باب انه احيانا كده حاجات بتتقال تفلت ما يتاخدش، ما ناخدش بالنا منها. جنبه التوفيق فيه الحقيقه. طيب النهارده كان في ماتشات في كاس مصر. الماتشات هو ماتش وحيد الحقيقه ما بين المريخ وما بين امبي. خليني اقول لحضراتكم انه دايما هي الماتشات بتاعت كاس مصر بتبقى كده، هي نتائجها بتبقى غريبه شويه. الفرقتين اتعادلوا 2-2 ووصلوا الى ركلات الترجيح من نقطه الجزاء، وامبي فيها تمكن من الفوز بنتيجه 4-3، وتصعبت المهمه كتير جدا جدا على امبي خلال المباراه. لكن في النهايه حسمت لصالح امبي علشان امبي يبقى موجود في الدور قبل النهائي. دي كانت مباراه في الدور ربع النهائي. بنبارك للداخليه، هارد لك للمريخ، ونتمنى ان شاء الله باذن الله الامور تتحسن بشكل كبير جدا جدا بالنسبه لامبي، واحده من الفرق الثقيله جدا والفرق المهمه في الدوري. امتى تتحسن وامتى ترجع لمستواها، هو ده اللي احنا بنتمناه. ودايما نحب نشوف فرقه زي فرقه امبي، وفرقه زي فرقه بتروجيت، والفرق بتاعت المؤسسات اللي احنا اتكلمنا عنها ونتكلم تاني وتالت. انه على العكس ما بيتقال فكره انه انت مع الرايجه، فالرايجه تقول لك ايه؟ الانديه الشعبيه. احنا كلنا ورا الانديه الشعبيه، بس واحنا برضو بنتكلم على الانديه الشعبيه ما تنسوش انه انديه المؤسسات وانديه الشركات ساهمت الى حد كبير جدا جدا في اثراء الدوري الممتاز، وفي ظهور مجموعه من اللعيبه المتميزه، ما تنسوش ده، وفي تحسين دخول عدد كبير جدا جدا من اللي بيشتغلوا في الكوره ومن الناس اللي بتتابع. واحنا دايما بنتكلم على مصلحه، ممكن دي تبقى مصلحه خاصه شويه مقفوله على الناس اللي شغاله في الوسط الكروي. انا امين معاكم في ده،
بس الاكبر من كده احنا بنتكلم على مصلحه بلد في النهايه. لا، طلعنا لعيبه كويسه، لعيبه كويسه راحت اهلي وزمالك ومنها للمنتخب بقت موجوده ركائز اساسيه، ولعيبه منهم سافرت فيعني واحترفت وتالقت، فدي نقطه مهمه جدا جدا. نروح لاخبار نادي الزمالك. والزمالك بيستبعد حمودي من تشكيله الفريق اللي هتلاعب الاتحاد السكندري، وده واحد طبعا من القرارات التأديبيه بحسب ما خرج من نادي الزمالك، اعتراض من حمودي في الفتره الاخيره. صحابه هذا القرار من جانب مجلس الاداره او من جانب الجهاز الفني عشان ابقى دقيق، مش مجلس الاداره عشان ابقى دقيق. الحقيقه القائمه اللي هتلعب يوم الاثنين اللي جاي بتضم كل من جنش و علي جبر، حازم امام، وكوفي، وباهر المحمدي، رمزي خالد، محمد عادل جمعه، وحماده طلبه، وابراهيم عبد الخالق، واحمد توفيق، ومعروف يوسف، وشيكابالا، ومصطفى فتحي، وكهربا، ومحمد ابراهيم، وباسم مرسي، ومايوكا، ومحمد سالم. في بقى قائمه المستبعدين بتشمل كل من احمد حسن مكي، وايمن حفني، واحمد الشناوي، واحمد ديودار، دول مصابين، بالاضافه كمان لطارق حامد للايقاف. وحمودي ده القرار التاديبي زي ما قلنا لحضراتكم نظرا لاعتراض اللاعب على مده مشاركته في مباراه بتروجيت، وبالتالي ده اغضبه بشكل كبير جدا. ده التشكيل المتوقع هو اللي ممكن يلعب بيه نادي الزمالك، ظاهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي حالا. في حراسه المرمى جنش، محمد عادل جمعه، ده التشكيل المتوقع. حراسه المرمى جنش، محمد عادل جمعه، محمد كوفي، علي جبر، احمد توفيق، ابراهيم عبد الخالق، معروف يوسف، محمد ابراهيم، مصطفى فتحي، محمود كهربا، ومايوكا. دي التشكيله المتوقعه اللي هتخوض لقاء نادي الزمالك امام الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل. طيب، فاكرين احنا كنا قلنا لكم عن مفاوضات نادي الزمالك مع شوقي السعيد. خليني اقول لحضراتكم اخر المستجدات في موضوع شوقي السعيد. شوقي السعيد حتى اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها ديت، حتى اللحظه بكلم فيها حضراتكم، لم يوقع لاي نادي من الانديه، ومدي مهله للنادي الاسماعيلي لمده يوم يقرروا اذا كانوا هيجددوا له العقد ولا لا، وهو حابب ان هو يبقى موجود في النادي الاسماعيلي. والحقيقه انا لا اخفي عليكم انه دي رساله موجهه، يعني ماشي كده، دي رساله موجهه. يعني شوقي احنا كنا بنتكلم معاه قبل الهوا، فالراجل قال يا جماعه انا عايز ابقى اقعد في النادي الاسماعيلي خلال 48، مديهم 48 ساعه، والراجل حابب انه يبقى موجود في النادي الاسماعيلي. وادينا اهو بنقول اهو عشان برضو الناس تبقى واخده بالها في الاسماعيليه، الراجل عايز يبقى موجود في النادي الاسماعيلي ولم يوقع حتى الان لا لنادي الزمالك ولا اي نادي من الانديه، لا لنادي الزمالك ولا لاي نادي من الانديه. هو اقترب وفي مفاوضات من نادي الزمالك، ده حقيقي، ده حصل. نادي الزمالك بيتكلم معاه، وفي مفاوضات من انديه ثانيه بخلاف نادي الزمالك، في مفاوضات، وده طبيعي، يعني هو لعيب مطلوب، وشوقي لعيب منتخب مصر يعني، فمطلوب. لكن هل وقع؟ هو ده مربط الفرس، وقع عليها الراجل اقسم انه لم يوقع لاي نادي من الانديه حتى اللحظه دي، وخلال 48 ساعه مدي الفرصه للنادي الاسماعيلي انه يجدد له على حسب الاتفاق اللي كان ما بينهم. ومش بحب نتكلم في التفاصيل الماديه زي ما انتم عارفين دايما هنا في البرنامج ده، ما يتعلق بموضوع شوقي السعيد عشان بس نبقى يعني ايه مع بعض في الصوره. النادي الاهلي وتفاصيل مهمه جدا في موضوع تريزيجيه، لانه جماهير النادي الاهلي بتسال في الفتره الاخيره صفقات النادي الاهلي، طب مين اللعيبه الماشيه، طب تريزيجيه هيرجع، طب لو رجع هيبقى على حساب مين، احمد الشيخ طب هيمشي ولا ايه اللي حاصل. لحد دلوقتي الاسم الوحيد اللي يكاد لا يكون عليه حاله من حالات الاختلاف في رحيله عن نادي الاهلي هو محمد نجيب، وان كان بيحصل على فرص. يعني واضح انه حتى كمان مارتن يول مش عايز يمشي اي لعيب الا لما يكون شافه بعينه، فتلاقيه حتى محمد نجيب يديله فرصه، سعد سمير بيشوفه تاني، حسين السيد يعني بيرجعه، يعني هتلاقي كده في محاولات في الفتره ديت من الراجل انه يبقى اللي هيطلع ده طالع خلاص، هو مقتنع بنسبه 100% انه طالع من النادي الاهلي ومش راجع تاني. فهرجع بقى تاني للموضوع الرئيسي بتاعنا، تريزيجيه النادي الاهلي هيحصل على 1,300,000 يورو ده كاش من بيع تريزيجيه لاندرلخت. ده رقم كويس جدا بالنسبه للنادي الاهلي، مكسب كويس بالنسبه للنادي الاهلي، هيشجعه كتير كمان على الصفقات اللي جايه، مكسب كويس قوي بقى. احنا بالنسبه لنا احنا بقى كناس بتشجع منتخبنا الوطني ان احنا عندنا لعيب خلاص راح مش راجع، احنا كده ضامنين ان هو مش على سبيل الاعاره، مكمل بقى مع اندرلخت، ومن اندرلخت يروح لنادي اكبر ونشوفه كمان من المتالقين. 1,300,000 زي ما قلت لحضراتكم ده كاش، 1000 يورو هياخدهم نظير بيعه بشكل نهائي، ده مطلع يوليو اللي جاي وفقا للعقد المبرم بين الطرفين من فتره، واللي كان بيدي الاحقيه طبعا لاندرلخت انه يختم بالرقم ده. كمان النادي الاهلي هيحصل على بقيه قيمه عقد اللاعب واللي هي 950,000 يورو على مدار الموسم المقبل، هياخدهم على 3 اقساط تباعا. اجمالي بيع الصفقه هيبقى 3 مليون يورو، حصل النادي الاهلي منهم على 750,000 مع الموسم الاول، اللي
تم اعاره اللاعب فيه خلال النادي البلجيكي، وبالتالي دي حاجه كويسه جدا جدا. بكرر مره ثانيه، حاجه كويسه بالنسبه للاعب، بالنسبه للنادي الاهلي، وبالنسبه لينا احنا كمان كناس بنشجع منتخبنا الوطني، وبنبص دايما على المصلحه العامه. المصلحه العامه ان احنا عايزين لعيبه كتير جدا جدا تغادر ارض الوطن، تتالق في الاحتراف، ومن ثم يعود ده علينا في منتخبنا الوطني. حسين السيد لسه عنده نفس المشكله بتاعه فرص اللحاق بالمباريات الخارجيه. للاسف الفرص بتاعته بتقل، تكاد تكون يعني بتتلاشى انه يلحق الماتشات اللي جايه بالنسبه او الماتش اللي جاي تحديدا ماتش روما في مع النادي الاهلي، وامر طبعا متعلق بالدراسه والكليه، وغير كليه لكليه ثانيه، وانتم عارفين الحاجات دي بتاخد اجراءات ليها كمان علاقه باستخراج تصاريح السفر. نتمنى ان شاء الله باذن الله الموضوع ده ينتهي على خير بالنسبه لحسين السيد. طيب بالنسبه بقى للاتحاد المصري لكره القدم، دايما احنا عندنا فقره كده مخصصه لموضوع الحل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، خلصنا اخبارنا، اهلا وسهلا بحضراتكم. بقى نبتدي الفقره الخاصه بتاعت الاتحاد المصري لكره القدم. اخر الاخبار ايه بقى في الموضوع ده؟ رد المحكمه دي اخر فرصه قانونيه للاتحاد للحفاظ طبعا على بقاء المجلس. هم بيدوروا على اكتر من حيله، بس الحيله اللي اهتدوا اليها علشان يطولوا الامد شويه بتاع الموضوع، احنا قلنا لكم وهم مكملين في الموضوع ده، قلنا لكم يعني انه كان في احتماليه، بس هو ده القائم دلوقتي بالنسبه للجنه القانونيه في الاتحاد. قالوا انه رفض هيئه المحكمه لطلب اللجنه القانونيه النهارده برد المحكمه خلال جلسه اليوم، يعني استنفاذ اللجنه القانونيه للجبليه لكل الحال اللي كانت بتبقي على امان المجلس لفتره اطول. وقالوا انه رفع الجلسه لجلسه 22 مايو سيكون للنطق بالحكم. زي ما بقول لحضراتكم ده كان خط الدفاع الاخير اللي بيحاولوا بيه يطولوا الامد شويه. قلنا لكم يمكن الكواليس من كام يوم انه السيد وزير الشباب والرياضه كان اتكلم مع وفد كده صغير في عدده من اعضاء مجلس اداره الاتحاد، كان بيكلمهم على فكره ايه اللي انتم ممكن تعملوه تطولوا بيه الامد شويه، علشان هو موجود في موقف محرج او محطوط في موقف محرج الحقيقه، لانه قدامه حكم محكمه وما نفذش حكم المحكمه حتى الان. كده هيبقى في جلسه للنطق، يعني ما اعرفش هيتصرفوا ازاي فيه، لانه برضه هيبقى عندهم معضله قانونيه متعلقه بانه لما ييجوا يعينوا العميد ثروت سويلم اللي هو المدير التنفيذي، المده كده هتقل عن 3 شهور. اي حد معدي هيطعن على الانتخابات بتاعت الاتحاد المصري لكره القدم، يعني مش هيبقى فيه انتخابات، او بمعنى اصح اذا انتخابات اتعملت واتطعن عليها بعديها كما الامر كانه لم يكن، نرجع تاني لنفس القصه ونفضل بقى احنا عايشين كده. فالاتحاد ده يتحل ويجي اللي بعده فيتحل، فيقعدوا لهم يومين 3 فيتحل، ونفضل احنا عايشين بقى في جو الحل ده كتير قوي. طيب انا عايز بس كمان اتكلم في تفصيله مهمه قوي قوي ليها علاقه بالمباريات. هناك حاله من حالات التساؤل في فكره المباريات وتوقيتاتها. الناس زعلانه شويه من لجنه المسابقات على اساس انه قال لك انتوا اديتوا فرصه راحه للنادي الاهلي وما اديتوش للانتاج الحربي، فهيقابلوا بعض في وقت قليل. ونفس القصه ريحتوا الاتحاد السكندري لمده اسبوع وهيجي لاعب نادي الزمالك، اللي هو مضغوط. ففي ناس زعلانه من جماهير نادي الزمالك لهذا السبب، وبالتالي الايضاح مهم جدا نعرفه من لجنه المسابقات. ودايما انا اقول مقدمه كده ده عشان حق الناس، يعني انه الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات بيبذل مجهود كبير جدا جدا في الموضوع ده، بس عشان الناس بتسال وعشان الناس بتحاول تستفسر وتفهم، ده دورنا بننقل ده للحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات اللي معانا على التليفون. حاج عامر اهلا وسهلا بحضرتك وصباحك زي الفل يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي اخبار حضرتك يا فندم؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طيب الحمد لله. انا طرحت لحضرتك الموضوع كده في ايجاز شديد. عدد من جماهير كمان تحديدا نادي الزمالك تشعر كما لو انه لجنه المسابقات بتتعمد ان هي تضع الفريق في مأزق، وفي المقابل ان هي تريح النادي الاهلي، لانه الانتاج الحربي هيجي تعبان عشان يلعب ماتش الاهلي، ونفس القصه هتبقى بالعكس، الاتحاد السكندري يبقى مريح اسبوع عشان يلعب ماتش النادي الزمالك. لا طبعا حضرتك عارف ان في حاجات كتير بتحكمنا، يعني الاهلي مباراه دجله كان لعب قبلها بيومين مع دجله. مباراه دجله كان هو فرق يومين بس. في فرق بتبقى مريحه، في فرق عندها مؤجلات عشان افريقيا. في الاخر بتطلع الظروف متساويه، يعني ممكن الانتاج الحربي طبعا هيبقى اللي ما قدرش ان هو يريح اكتر من الاهلي. في المباراه اللي قبلها مباراه سموحه. ايوه. ما نفس الوقت، ما لو لعب في نفس اليوم اللي احنا قلنا عليه دوت هيبقى مريح قبلها. انت عارف حضرتك اكيد الناس هتبقى مركزه قوي في الكام جوله دولت، على اساس انه برضو النتيجه هي يعني ورقيا لم تحسم
لم تحسم لاي نادي من الانديه، يعني واقعيا لسه في فرصه كبيره كمان لنادي الزمالك، وبالتالي الناس بتقول لك ما تضغط، يعني ما تضغطوش على نادي الزمالك او ما تريحوش المنافس بتاع النادي الاهلي ده، كما انكم متعمدين ان انتوا عايزين الدوري يروح للنادي الاهلي. انا بكلمك بامانه وانا عارف كويس قوي قوي انه حضرتك مش في دماغك الموضوع، بس مهم ان انا اسالك. لا طبعا، اولا ان في مسؤولين في نادي الزمالك وعارفين الجدول وعارفين ايه اللي بيحصل، عشان كده ما تلاقيش مسؤول من النادي طالع يتكلم. انما هي كلمه بتتحدث من الجمهور لانه مش متابع الجدول كله، فتلاقي حد بيحذف كلمه كده فالناس بتكررها. انما ما تلاقيش مسؤول ان هو بيطلع يعترض. يعني مجلتين الاهلي والزمالك الاسبوع اللي فات، واحد بيقول لك احنا بنلعب الاول ليه؟ فالاهلي بيلعب على نتيجتنا. الجبهه الثانيه بتقول ان الاهلي بيلعب متاخر فالزمالك بيكسب فبيبقى في ضغط على اللعيبه. فتلاقي الاثنين بيعترضوا يعني. وبعدين يجي المباراتين الاسبوع دوت بيتلعبوا في اسكندريه، وما ينفعش يلعبوا في يوم واحد. يعني الاهلي بقى هيلاعب الانتاج في اسكندريه، والزمالك مع الاتحاد في اسكندريه. تمام. وطبعا كان الزمالك عنده مباراه الشرطه، والانتاج كان عنده الشرطه بعدها، فاضطر طبعا بيلعب متاخر الانتاج. جت مباراه الزمالك. خليني اسال حضرتك يا حاج عامر، هل في تدخل للامن في اختيار المواعيد بتاعه المباريات، ولا ده اختياركم انتوا بشكل خالص؟ لا، على حسب المرحله بتاعت كل جوله. كام نادي بيلعب في القاهره؟ لان حضرتك عارف لو الزمالك بيلعب في القاهره ما فيش ولا نادي يلعب معاه في القاهره. وفي اي محافظه. تمام. وفي 9 انديه من القاهره. اضطر تلعب على 3 ايام. تمام. برضه في اسكندريه في 4 انديه بيلعبوا في اسكندريه، 3 حرس الحدود والسموحه والاتحاد، والنادي الاهلي الرابع بتاعه. وما ينفعش تلعب الا مباراه واحده. يعني نادي المقاصه مثلا لعب يوم الجمعه، لانه عنده المباراه بتاعت افريقيا دي ذهاب وعوده. فكان المفروض يلاعب الاتحاد، فالاتحاد اتاجل. ما حدش قال السبب ليه الاتحاد اتاجل ولعبت المقاصه مع الاسماعيلي. ايوه. لان الاسماعيلي فيه لاعبين في المنتخب. مروان محسن. ايوه. الاتحاد ما فيهوش، ففي فتره التوقف بتاعه المنتخب الوطني اقدر العب المؤجل بتاع المقاصه والاتحاد. لان ما عندهمش لعيبه في المنتخب. ايوه. انما لو لعبت الاتحاد وسبت الاسماعيلي هيضطر المباراه تتاجل، مش هنزنق بعد كده في الميعاد، خاصه ان المقاص عنده احتمال كبير انه يلعب دوري المجموعات. طيب الوضعيه هي حسابات كتيره، لكن وضعيه غير مقصوده على الاطلاق، صح كده؟ وهل ما ينفعش يبقى مقصوده، ما ينفعش. طيب. يعني خليني معلش اسال حضرتك بقى، امتى الجولات كلها تتلعب مع بعض؟ احنا بنقترب خلاص اهو من النهايه، امتى هنشوف كل الماتشات في نفس التوقيت عملا بمبدا تكافؤ الفرص؟ لا، نفس التوقيت حاجه والفترات الزمنيه حاجه ثانيه. طب وضح لنا الفرق. في موضوعين. انا بتكلم في موضوعين الحقيقه. الفترات الزمنيه دي بتتوقف على النادي. يعني دايما الانديه اللي بتتظلم اللي بيبقى مؤجلاتها مع الانديه اللي بتلعب في البطوله الافريقيه، لانه لازم هيتزنق. تمام. لما يجي نحط المؤجل مش هقدر احطه في نفس المساحه اللي بياخدها النادي العادي. لازم ازنق الفريق بتاع افريقيا دوت، وبالتالي النادي اللي بيلعبه هو كمان هيبقى مزنوق علشان يعوض الايام دوري من الجدول. تمام. فاللي بيلعب مع نادي، فالاربع انديه مش هم بس اللي بيتظلموا في ضغط المباريات اللي هم بيلعبوا في افريقيا، لا كمان الانديه اللي بتلعبهم. لا حاجه طالع من نصيبه. لا حضرتك يمكن ما خدتش بالك من اللي انا اقصده يا حاج عامر. انا بتكلم على اقتراب الدوري من نهايته، فالفرق كلها فوق المفروض بيتهيألي بتلعب في نفس التوقيت بتاعها، علشان خاطر ما يبقاش فيه اي نوع من انواع الانتظار لنتيجه المباراه ديت، فانا العب على النتيجه ديت. فاهمني اقصد ايه؟ دي طبعا انت عارف حضرتك في اسبانيا لعبوا اخر مرحلتين بس في توقيت واحد. ايوه. للانديه اللي هي كانت مشاركه في بطوله الدوري، يعني اتلتيكو مدريد، ريال مدريد، تمام، برشلونه، لعبوا في وقت واحد اخر مرحلتين بس. احنا عندنا الحمد لله ان الزمالك والاهلي هيلعبوا اخر جوله. فهيبقى مباراتهم مع بعض، فلازم هيبقى في توقيت واحد. تمام. انما بقى لو نيجي في ظرف من الظروف ان المباراتين بتوع الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك بيلعبوا في القاهره، هتلعب ازاي في توقيت واحد؟ والامن مش هيوافق ان الاثنين يلعبوا في القاهره في يوم واحد.
حتى ولو اقترب الفرق جدا ما بين الفرقتين والمباراه ما تحتملش. لازم الامن يدينا استثناء، انت ما تقدرش يعني المقاولين والاهلي والزمالك ودجله. المقاولين اختار بيتر سبورت انه يلعب في القاهره، والزمالك مع دجله في القاهره. هل تقدر تقول للمقاولين اطلع بره القاهره وهي المباراه بتاعته؟ ما ينفعش. طب بتعملوا ايه بقى ساعتها؟ تقول للزمالك اطلع بره القاهره عشان تلعب في توقيت واحد؟ طب حلو. طب كويس الحاله دي بتعملوا ايه بقى ساعتها؟ فالامور صعبه، الامور مش سهله زي ما متصورين الناس. يعني دلوقتي غالبا ما فيش مشكله في حته الهبوط، وفي حته البطوله يعني ارتحنا في اخر مرحله ان الناديين هيلعبوا بعض. طيب هم بيتنافسوا دلوقتي. المرحله اللي قبلها لو الاثنين بيلعبوا محافظتين مختلفين هنلعبهم في نفس التوقيت. انما هو الهدف ان احنا بنحاول في اخر 3 مراحل يبقى كل الفرق متساويه في عدد المباريات، والفرق المتنافسه في نفس المرحله او في نفس الترتيب يتلعبوا فيهم واحد وفي توقيت واحد. طب بتخيل يعني انه لو الدنيا زنقت قوي والفرق اقترب بين الفرقتين، انه ممكن يبقى في حل من الامن، وحضرتك صلح لي يعني انه ممكن يبقى في حل من الامن بحيث انه المباريات تتلعب في نفس التوقيت، لانه ما فيش حد هيقبل بانه مثلا الاهلي والزمالك يبقى فرق ما بينهم 3 بونت مثلا، وفرقه النادي الاهلي بتلعب الصبح او بتلعب العصر، والنادي الاهلي او النادي الزمالك هيلعب بالليل. فهي هتفرق هنا، والامن لازم ساعتها. لا هو هنا التوقيت مش هيبقى مشكله، هو المشكله هيبقى المحافظه لو في محافظه واحده. طب لازم الامن يدينا استثناء ان هم الاثنين يلعبوا في نفس اليوم في محافظه واحده. لو ما كانش يبقى هنضطر نعملها بالقرعه، مين يلعب قبل الثاني بالقرعه. ايوه. في اللائحه احنا عندنا المفروض اللائحه بقى بحسب يعني ما هي موجود فيها بتنص على مثلا انه اخر 3 جولات يتلعبوا في نفس التوقيت، ولا ما عندناش؟ لا، مفيش حاجه في اللائحه. مفيش حاجه في اللائحه بتنص على كده. ولا هتلاقي في اي دوري في العالم، هو في الاخر على حسب النتائج الدوري، على حسب الظروف. عشان كده تلاقيهم دايما في الخارج في اوروبا ما بيحددوش المواعيد اخر مرحلتين او 3 بيتحددوا مع نهايه المسابقه عشان يشوفوا الفرق مين اللي هي نتيجه مرتبطه ببعض فيحطوهم في توقيت واحد. المره دي في اسبانيا عملوا اخر مرحلتين بس توقيت واحد لل3 فرق اللي فوق. احنا هنقفل الدوري امتى ان شاء الله؟ احنا الطبيعي ان احنا بنعمل اخر 3 مراحل لو في لسه التنافس موجود. طب احنا هنقفل الدوري امتى ان شاء الله يا حاج عامر؟ المفروض ان شاء الله يوم 9/7 ان شاء الله. 9/7 ان شاء الله باذن الله. لو ما فيش اي مؤجلات ثانيه زي ماتشات الكاس ما اتعملت. لان هتلاقي دايما هي مباراه الكاس لما اتاجلت كان في الشرطه فيهم، فالشرطه راح عمل المشكله بتاعه الانتاج الحربي ان اخذ راحه اقل من قبل مباراتهم مع الاهلي. لان بتيجي ممكن تبقى تفصل، تيجي على يوم الخميس كده تلاقي تحط مباراه، تيجي تحط مباراه ثانيه مثلا للانتاج تلاقيه بيلعب في القاهره الزمالك، فتضطر ثاني يوم الجمعه ما ينفعش تلعب، فلازم يترحل يوم السبت. فيبقى هو اخذ ميزه ان هو قبل المباراه ديت اخذ راحه اطول وبيفقدها في المرحله اللي بعدها. هتلاقيها كلها ماشيه في الجدول كده، يعني لما بيستفيد من حته بيتضر من حته ثانيه، فكلها في الاخر متساويه. صحيح. ماتش الاهلي والزمالك تحدد له امتى؟ ان شاء الله الامور ماشيه طبيعيه هيبقى يوم 9/7 ان شاء الله، لانه اخر مباراه في الدوري. اخر مباراه في الدوري ان شاء الله باذن الله. طيب حاج عامر، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، اسف ان انا تعبتك يعني. ما لا اسئله كتير، معلش انا اسف جدا جدا. بشكرك شكرا جزيلا حاج عامر حسين، رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم. انما كان مهم جدا ان احنا نعدي على كل الامور ديت، اعتقد تشغل بال حضراتكم، وكان فيها استفسارات كتير جدا وتساؤلات، واعتقد الراجل رد عليها بشكل كافي جدا بالنسبه لجماهير الزمالك والاهلي. وختام مسابقه الدوري الممتاز كابتن سمير عثمان حكما للزمالك والاتحاد، وابراهيم نور الدين للاهلي والانتاج الحربي، والاثنين من الحكام التقال جدا والاثنين من الحكام المهمين جدا في الدوري المصري. والماتشات كمان في الوقت زي ما بقول لحضراتكم سخنت وبقت مهمه جدا. الاتحاد والزمالك دي مباراه مؤجله من الاسبوع ال 24. سمير عثمان، ضياء السكران، وائل مصطفى، وعصام التلواني حكم رابع. ده التشكيل بتاع الحكام. دجله واسوان دي المباراه تلعب يوم الاثنين 16 مايو. دجله واسوان في الاسبوع 29 عندك احمد حمدي ومحمد ابو العزايم ومدحت عوده وهشام الفلال، ده حكم رابع. يوم الثلاث 17 مايو الاهلي والانتاج الحربي. الاسبوع 29 ابراهيم نور الدين عبد الفتاح عريشه وعمر فتحي وجلال احمد حكم رابع. خليني اقول لحضراتكم بقى قبل ما نروح لفقرتنا العالميه خبر مهم جدا، انه الكابتن حازم امام الكبير نجم نادي الزمالك بيقترب وبشده من الانضمام لقائمه المهندس هاني ابو ريده اللي مرشحه او لا داخله الانتخابات المقبله على الاتحاد المصري لكره القدم.
حازم تم عقد معاه اكتر من جلسه، مكسب كبير جدا للاتحاد. كابتن حازم امام واحد من نجوم كره القدم، ما في يعني اتنين يختلفوا عليه، لا على شعبيته ولا على اسمه ولا على نزاهته ولا حتى كمان على سمعته. بيقترب بشكل كبير جدا من الانضمام لقائمه المهندس هاني ابو ريده. تم الاتفاق معاه، تم معاه عقد اكتر من جلسه، وفي موافقه مبدئيه من حازم امام. ودايما حازم هو من الاوراق الرابحه اللي كل الناس تحب انها تبقى موجوده معاه في اي حاجه، في اي شغلانه، في العمل الاداري، في العمل الاعلامي، في اي حته. حازم امام مكسب للكل، وهيبقى مكسب كبير جدا جدا الحقيقه لقائمه المهندس هاني ابو ريده. انما احنا بنتكلم على انتخابات، برضو في قائمه اخرى لن نغفلها، هي قائمه الكابتن سمير زاهر. ويمكن اتكلمنا مع حضراتكم امبارح في الخبر ده عشان بس نبقى فير جدا في عرض القائمتين، والكابتن سمير زاهر هو الاخر بيسعى لاستقطاب عدد من الاسماء. وقلنا لكم انه في ازمه بالنسبه لقائمه المهندس هاني ابو ريده متعلقه بثلاثي الصعيد اللي بيشكلوا عدد كبير من الجمعيه العموميه، 77 صوت في الجمعيه العموميه، واللي بيحاول استقطابهم كابتن سمير زاهر على حساب قائمه المهندس هاني ابو ريده. يمكن هي دي الازمه والتفصيله، ودايما هنعرض لحضراتكم كل الاخبار اللي ليها علاقه بانتخابات الاتحاد المصري لكره القدم. بعد الفاصل اخبارنا العالميه. اخبارنا العالميه النهارده كتير جدا وفيها تفاصيل كتيره، وايضا كمان عندنا تقرير عالمي مهم جدا عن الدوريات اللي هي محسومه بقى لها 4 سنين مثلا ولا حاجه. في دوريات كده خلصت بدري بدري، الناس لا تتخيل مثلا، او الناس دايما عندها تخيل ان هيبقى فيه نوع من انواع المنافسه انما هي بتخلص بدري بدري. كل ده هنتكلم فيه، بس اعرض لكم الاول في 90 ثانيه ايه اللي حصل في الالعاب الثانيه النهارده. توج البريطاني أندي موري المصنف الثالث عالميا ببطولة روما 5 دورات الماسترز لل1000 نقطة في كرة المضرب، بعدما تغلب على الصربي نوفاك جيكوفيتش المصنف الأول على العالم وحامل اللقب بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-3 و6-3 ليحقق موري أول ألقابه هذا الموسم. أحرزت الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة الأولى عالميا لقب بطلة دورة روما 5 دورات الماسترز لل1000 نقطة في كرة المضرب بفوزها على مواطنتها ماديسون كيز ب7-6 و7-5 و6-3 لتحقق اللقب الأول هذا الموسم والرابع في روما. أصبح الهولندي ماكس فيرشتابن التابع لفريق ريد بول هو أصغر سائق ويبلغ من العمر 18 عاما في التاريخ يفوز ببطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، وذلك بعدما أنهى جائزة إسبانيا الكبرى المرحلة الخامسة لهذا الموسم في الصدارة أمام الفنلندي كيمي رايكونين والألماني سباستيان فيتيل. حقق ساركانيس الإنجليزي بطولة أبطال أوروبا للركبي للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على رايسينغ الفرنسي ب21 مقابل 9 نقاط، وذلك في النهائي الذي أقيم واحتضنته مدينة ليون الفرنسية. غريبه جدا كره القدم، رغم انه في الدوري الانجليزي الامور اتحسمت لصالح ليستر سيتي، الا واحنا بنتكلم على مراكز او مركز الوصيف دايما بيبقى له اعتبارات مهم. الاهم انك تبقى البطل، بس في اعتبارات ليها علاقه بعوائد التسويق وعوائد البث
تفرق كتير جدا جدا بين المركز الثاني والمركز الثالث. النهارده ده حصل، ارسنال حصد نتيجه تعب في الفتره اللي فاتت، واصبح وصيف الدوري الانجليزي بعد فوزه على استون فيلا برباعيه نظيفه بمشاركه محمد النني. جيرو كان سجل في الدقيقه 5 امام حضراتكم على الشاشه، والدقيقه 79 والدقيقه 80. مارك بان سجل بالخطا في مرماه في الدقيقه 90. جيرو سجل هاتريك علشان ينهي ارسنال الموسم بتاعه في المركز الثاني، ودي مفاجاه غير متوقعه طبعا بعد ما وصل للنقطه 71. بالمناسبه محمد النني كان اشترك كبديل في الدقيقه 69 واهدر فرصتين مؤكدتين كمان امام المرمى، أجلت أول أهدافه في الدوري الإنجليزي. احتفل طبعا لاعبو أرسنال بمركز الوصيف اللي حققه الفريق للمرة العاشرة في تاريخه بعد ما كانوا على وشك الخروج من المراكز الأربعة الأولى في الأسابيع الماضية. وإحنا بنتكلم على ده بنتكلم عن فرقة تركت المركز الثاني بغرابة شديدة جدا جدا بعد ما كانت يعني بتحارب وتكاد تكون بتنافس على المركز الاول، هي فرقه توتنهام. توتنهام النهارده اتغلبوا هزيمه كاسحه ومفاجاه لتوتنهام امام الهابط نيوكاسل يونايتد بنتيجه 5-1. مفاجاه كبيره جدا جدا. يمكن كوتينيو المدير الفني الارجنتيني لتوتنهام ابدى غضبه بشكل كبير جدا جدا بوكيتينو، وقال انه اللعيبه لم تشعر باهميه المباراه وما فرقش معاهم النتيجه، وبالتالي فقدوا المركز ده. دي الهزيمه رقم 6 الموسم ده، وجات مفاجاه طبعا وغير متوقعه. توتنهام كده فقد معاها مع الجوله الاخيره مركز الوصافه واهداه لجاره اللدود ارسنال. نروح لبلجيكا، وفي بلجيكا كلوب بروج يتوج بلقب الدوري البلجيكي لكرة القدم، ده بعد ما فاز على اندرلخت برباعية نظيفة بمشاركة نجمنا المصري تريزيجيه. تريزيجيه شارك في اللقاء كجناح في الجولة الثامنة من مرحلة الحسم بالدوري البلجيكي، واللي بتؤهل لدوري أبطال أوروبا، واللي خسرها فريقه برباعية نظيفة على يد كلوب بروج اللي اقتنص لقب الدوري البلجيكي. تريزيجيه كان على مقاعد البدلاء وشارك قبل ربع ساعة من نهاية المباراة. كان فريقه متأخر بنتيجة 4-0 نازل، وهي النتيجة كده يعني. توقف طبعا رصيد اندرلخت عند 44 نقطة في المركز الثاني، ورفع كلوب بروج رصيده ل 50 نقطة قبل مباراتين من نهاية مرحلة الحسم، وضمن التتويج باللقب والتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم اللي جاي. ونروح لسبورتنج لشبونه اللي اكتسح براجا برباعيه، وبراجا بيلعب فيها نجمنا المصري احمد حسن كوكا برباعيه نظيفه بمشاركه الراجل بتاعنا، واحد دلوقتي من افضل المهاجمين اللي موجودين هناك، وكمان نعتمد عليه بشكل كبير جدا في منتخبنا الوطني. وبنفيكا بطل الدوري البرتغالي للمره الثالثه على التوالي. احمد حسن كوكا لعب 90 دقيقه، فشل في التسجيل، ولكن هو اكتفى كده بتسجيل 11 هدف في الدوري البرتغالي الموسم ده في 25 مباراة، وصنع 4 أهداف وسجل إجمالي 15 هدف في الموسم، وصنع 5 أهداف في 44 مباراة بجميع البطولات. لشبونة اكتفى بمركز الوصيف في الدوري البرتغالي بعد ما أنهى الدوري برصيد 86 نقطة وبفارق نقطتين عن بنفيكا متصدر الدوري البرتغالي. وده جانب من الاحتجاجات والمشاكل اللي حصلت ما بين جماهير الفريقين. تدخل سريع كان جدا جدا من القوات اللي كانت موجودة من الأمن، حتى كمان يبدو من المسؤولين والأجهزة الفنية لكلا الفريقين. هعرض لحضراتكم تقرير مهم جدا عن دوريات خلال ال4 سنين اللي فاتت المنافسة فيها محسومة. بنتكلم عن مين؟ هنشوف خلال التقرير ده. تظل الدوريات الأوروبية هي الرائدة في عالم كرة القدم سواء فنيا أو جماهيريا، لما تمتاز به من قوة وإثارة ومتعة وشهرة كبيرة على مستوى العالم، لا سيما وأنها تمتلك أبرز نجوم اللعبة من مختلف الجنسيات.
لعل الدوري الإنجليزي هو الأكثر شهرة والأكثر متعة وقوة وتنافسا بين الأندية، هو ما يجعله الدوري رقم 1 في العالم من حيث الشهرة والمتابعة الجماهيرية في ظل الأحداث المثيرة التي يشهدها كل عام، خاصة مع تتويج 4 أبطال مختلفة على مدار 4 سنوات مضت، هو ما يؤكد حجم التنافس الشديد بين أنديته، الأمر الذي كان يعاني منه الدوري الإسباني منذ فترة طويلة حتى تغير الأمر بدخول أتلتيكو مدريد في الصورة ليصبح الصراع ثلاثيا على اللقب في السنوات الأخيرة، فضلا عن الصراع الأبدي بين برشلونة وريال مدريد الذي استمر هذا الموسم حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة. ورغم ذلك إلا أن هناك دوريات أوروبية انعدمت فيها المنافسة أصبحت تندرج تحت مسمى دوري البطل الأوحد، وذلك على مدار 4 سنوات متتالية على أقل تقدير. ففي الدوري الإيطالي لا صوت يعلو فوق يوفنتوس أو السيد العجوز كما يحب مشجعوه أن يطلقوا عليه، لا سيما وأن اليوفي توج مؤخرا بلقب الكالتشيو للمرة الخامسة على التوالي و32 في تاريخه قبل 3 جولات من النهاية، ليظل محتكرا ومكتسحا للدوري الإيطالي طوال 5 سنوات مضت، بل وما زال هو سيد الكرة الإيطالية دون أي منازع والبطل الأكثر تتويجا بلقب البطولة، متفوقا على أقرب ملاحقيه إيسي ميلان وإنتر ميلان، ولكل منهما 18 لقبا للدوري فقط. أما في سويسرا فمنذ موسم 2007-2008 لم يفقد نادي بازل لقب الدوري السويسري سوى مرة وحيدة في موسم 2008، محققا البطولة 7 مرات متتالية من 2010 وحتى 2016 باكتساح منقطع النظير ودون أي منافسة تذكر، وبالتحديد في العقد الأخير. في اسكتلندا الوضع لا يختلف كثيرا، فسلتيك هو النادي رقم 1 في الدوري الاسكتلندي وبطل المسابقة في ال5 سنوات الماضية دون أي معاناة، هو المهيمن على الكرة الاسكتلندية في العقد الأخير، خاصة مع تقهقر منافسه التقليدي رينجرز بسبب الديون والأزمات المالية، هو ما أدى إلى هبوطه للدرجة الرابعة في 2012. أما في فرنسا الوضع أصبح بمثابة النزهة لباريس سان جيرمان، رغم أنه حديث العهد في الكرة الفرنسية، فالنادي الباريسي توج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في تاريخه، بل إنه أنهى الدوري هذا الموسم قبل 8 جولات من النهاية وبأكثر من 25 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه، ليظل يغرد وحيدا في البطولة الفرنسية دون أي منافسة أو عناء. أخيرا في ألمانيا، فرغم أن البوندسليغا تعد من أقوى وأبرز الدوريات الأوروبية التي دائما ما تشهد منافسة كبيرة بين أنديتها، إلا أن البطولة لم تعرف سوى بطل وحيد طوال 4 سنوات مضت، لا سيما وأن العملاق البافاري حقق لقب البوندسليغا 11 مرة في آخر 16 عام، ووصل للقبه 26 علما بأن أقرب ملاحقيه هو نورنبيرغ الذي حقق اللقب في 9 مناسبات فقط، وخلفه بروسيا دورتموند الذي حقق اللقب 8 مرات كانت آخرها 2012. يوم الوداع في الدوري الإنجليزي مشاهد مهمة جدا، ولكنها في نفس التوقيت مشاهد مؤثرة. احنا بنتكلم عن أكتر من لاعب من اللاعبين بيودعوا فرقهم. البداية والمشهد الأولاني وداع النجم التشيكي روزيسكي، وحضراتكم عارفين واحد من اللعيبة المميزة جدا روزيسكي طبعا، وأرتيتا ومجموعة من النجوم اللي مش هيبقوا موجودين مع أرسنال. روزيسكي البالغ من العمر 35 سنة بعد 10 سنين في صفوف أرسنال ما بقاش موجود، يمكن عملوا له ممر شرف. ده اهو قدام حضراتكم، ده روزيسكي، واللي قبليه كان طبعا ارتيتا، وده واحد بعد 10 سنين ما بقاش مش هيبقى موجود في ارسنال، والتاني بعد 5 سنوات قضاها مع الجانرز ايضا مش هيبقى موجود. والمشاهد دي جدا بتبقى مؤثرة واحنا بنتكلم على واحد من الدوريات الكبرى جدا، الدوري الانجليزي.
نسيب ارسنال ونسيب المشهدين ونروح للمشهد الثالث، وهو مشهد ايضا مؤثر جدا. كان احتفال لاعبي تشيلسي بالقائد جون تيري البالغ من العمر 35 سنه، واحد من نجوم الفريق، خلاص مش هيبقى مكمل مع تشيلسي في الفتره اللي جايه. ده امام حضراتكم، خلاص الناس بتودعه، ده الوداع الاخير لجون تيري في الملاعب. كان تقدم تشيلسي بعرض رسمي لمده عام لتيري في الوقت اللي تلقى فيه عرض مغري جدا جدا، هيحصل فيه على 20 مليون باوند في الموسمين، ده في الدوري الصيني. يعني رايح عشان مصلحته، رايح عشان خاطر فلوس كتير، بس ده ملوش علاقه خالص خالص بان احنا نكرم الناس ونحتفل بالناس. هو قائد تاريخي كمان لفرقته. المشهد الرابع كان للحارس الامريكي تيم هاورد البالغ من العمر 37 سنه، وهو بيودع فريقه ايفرتون في مشهد مؤثر للغايه. لعب في صفوفه لمده 9 سنوات، واعلن رحيله بنهايه الموسم ده للدوري الامريكي بعد انتهاء عقده تماما مع ايفرتون. طيب نروح لجماهير اسكشهير سبور التركي، واشعلت النيران في ملعب الفريق. الحقيقه دايما واحنا بنروح ملاعب التركيه بنشوف اغلب يعني مشاهد العنف والشغب ده بعد هبوط النادي من الدوري التركي الممتاز. الجماهير اشعلت الملعب ده نوع من انواع الاحتجاج ورفض انه الفريق ينزل للدوري الادنى. تدخلت قوات الدفاع المدني على الفور للسيطره على الحرائق اللي منتشره امام حضراتكم اهي على الشاشه. وكان الفريق تلقى هدف في الوقت القاتل في المباراه. اشعلت الجماهير النيران في المدرجات، وزاد الامر بشكل كبير جدا، واخترقوا جزء كبير جدا من الملعب. مشهد منفر جدا جدا، ومشهد ما نحبش نشوفه في ملاعب كرة القدم. ولو اننا كنا بنتكلم عندنا هنا في مصر وكان حصل مشهد زي ده، كانت الدنيا هتقوم وما تقعدش، ووسائل الاعلام هتنقل وكله هيتكلم. انما الحقيقه يعني ان احنا بنشوف نوع من انواع التكتيم كده، والحاجات اللي زي دي بيتقفل عليها. انما بدورنا الحقيقه هنعرض لحضراتكم كل حاجه ليها علاقه بالشغب الملاعب اللي موجود في كل حته. لنضيف بس نقطه مهمه، انه دي ظاهره عالميه. الشغب ده ظاهره عالميه. احنا في الفتره اللي فاتت عانينا كتير قوي، وشفنا كتير بقى من ده، شفنا كتير قوي من ده. كمان ما شفناهوش بنفس المنظر ده كده، بس شفنا باشكال تانية مختلفه. فنتمنى يعني واحنا بنشوف ده نقول يا رب بقى ما يحصلش. يعني عايزين جمهور، والسنه الجايه ان شاء الله باذن الله اديكم حضراتكم شايفين اكيد مش عاجبكم صوت المايكات وصوت المدربين وصوت اللعيبه، واحنا الدوري عندنا كده سايلنت. اكيد عايزين تتفرجوا على دوري يبقى ممتع، ومتعه الدوري في جماهيره. ده يحصل ازاي؟ ده يحصل بضبط الجماهير، هي اللي هتبقى منضبطه. وده يحصل ازاي؟ الحقيقه يحصل برضو من وزاره الداخليه، انهم عندهم نوع من انواع الثقه بشكل كبير جدا جدا في التامين بلا اي ضغوط. يعني انا بشوف الحقيقه انه اكبر دور سلبي ممكن يلعبه الاعلام في الموضوع انه يضغط على الناس عشان ترجع. انا عارف كويس، انا بقول لحضراتكم ايه، احنا ما عندناش معلومه. يعني احنا مش خبراء امنيين. انا عارف ان الكلام ده بيزعل زمايلنا في البرامج التانية، بس كلمه الحق يعني انا ما اقدرش افتي انه اضغط 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 اضغط، لان لو حصلت مشكله تاني ما هم بتعم على الكل، وناس مننا اللي بيقعوا، واخواتنا واولادنا واصحابنا هم اللي بيموتوا. فيرجع الناس تقول لك ما انتوا اللي ضغطتوا علينا. فيا جماعه يعني بما يرضي الله كده، بما يرضي الله، وزاره الداخليه عندها دور مهم جدا، موضوع التامين المباريات. واحنا كمان كاعلام عندنا دور مهم، الدعم، في نفس الوقت تهيئه الاجواء. انا بشوف انه ده الدور الافضل، يعني تهيئه الاجواء، تهدئه الامور. يعني رسائل مباشره وغير مباشره للجماهير، رسائل مباشره وغير مباشره بالنسبه لوزاره الداخليه وكيفيه التامين وكيفيه التعامل مع الجمهور. شوف ده دور اهم شويه من فكره الضغط. عايزين جمهور عايزين جمهور عايزين جمهور عايزين جمهور. فلما نلبس في الحيطه كلنا، كل واحد يرفع ايده لفوق ويعمل نفسه مش من هنا، والناس ماتت. فيعني اهلا، بس الناس ماتت بقى، فهنعمل ايه زي كل مره؟ ما بنعرفش برضه. الناس ماتت بس ما بنعرفش مين اللي موت مين. فخلينا بس كل واحد يلعب دوره المنوط بيه، ده هيبقى مهم قوي. بعد الفاصل ضيف حضراتكم هو السوبر كابتن علاء علي، واحد من اللعيبه المميزه جدا جدا الحقيقه في الدوري المصري. ظهر بمستوى طيب للغايه
مع نادي الزمالك ومن الزمالك الى سموحه عبر مراحل كتير جدا. هو الان لاعبا في طلائع الجيش. هنتكلم النهارده في الكوره، هنتكلم على الدوري الممتاز، نتكلم عن تجربته مع طلائع الجيش ورايه ايه في الدوري، هل في امكانيه انه يبقى موجود في اي نادي تاني من الانديه. هو ده اللي احنا هنتكلم فيه مع الكابتن علاء علي، ده من خلال الهاشتاج بتاعنا اللي ظهر لحضراتكم على الشاشه، من خلال الصفحه بتاعتنا كمان على فيسبوك وعلى تويتر بنفس الاسم برنامج السوبر. حضراتكم هتوجهوا سؤالكم لعلاء علي نجم الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي من خلال هاشتاج السوبر _ علاء _ علي بعد الفاصل، وكمان هنفتح لحضراتكم التليفونات. بجد ترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني من السوبر، وضيف حضراتكم هو واحد من نجوم الدوري المصري من ابناء نادي الزمالك اللي تألقوا بقميص نادي الزمالك وانتقل لعده محطات التليفونات. سموحه، ويمكن سموحه دي فترات التألق لافت للنظر، ثم اخيرا طلائع الجيش. انا بتكلم على نجمنا اللي مشرفنا منورنا كابتن علاء علي نجم النجوم والسوبر بتاعنا النهارده. صباح الفل. صباح الفل يا ايمن. اخبارك ايه؟ حبيبي كله تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. الابيض ده مقصود ولا؟ الابيض ده في قلبي يعني. الابيض ده في قلبي. طبعا. تربيه نادي الزمالك. طبعا انا عندي 6 سنين في نادي الزمالك طبعا، فهو موجود يعني غصب عني يعني مش بمزاج. هنتكلم عن تفاصيل كتير جدا جدا، انما تعالى الاول نروح لتقرير. محطات كثيرة في حياته الكروية. لم يتوقف طموحه عند ناد معين، امتلك موهبة قلما نجدها في الملاعب المصرية. نجح بأن يصنع لنفسه كاريزما اللاعب المحوري داخل الملعب. لا شك وأنه لاعب يعتمد عليه المدربون في أكثر من مكان. علاء علي لاعب طلائع الجيش، أحد أبناء نادي الزمالك الذي تربى بين جدرانه ولعب بين صفوفه كناشئ ثم كلاعب بالفريق الأول. ارتدى قميص الزمالك 9 سنوات وعقدت عليه الجماهير البيضاء آمالا كبيرة لعودة البطولات. لم يفعل أي مشكلة طوال مسيرته بالقلعة البيضاء، وحينما قرر الزمالك الاستغناء عن اللاعب تحفظت الجماهير على الإطاحة باللاعب الموهوب، ليتسارع ناديا الجونة وإمبي على ضم اللاعب لينتهي به المطاف في تليفونات بني سويف ليواجه طموحا وتحديا جديدا في حياته. وكانت ردة فعله في الملعب ليجتهد وليبذل كل نقطة عرق لينتقل إلى نادي سموحة ليضع الفريق السكندري في أفضل مكان له منذ نشأته، حيث أنه قاد الفريق للتأهل إلى دورة الرباعية وكان قاب قوسين من التتويج بالدوري الممتاز. وكان علي سببا أساسيا في خسارة الزمالك لهذا الدوري حينما لدغ عبد الواحد السيد بهدف ليفوز سموحة بالجولة الثانية في الدورة الرباعية. لم يكتفي هو ورفاقه بذلك فقط، بل كان على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الكأس وخطفه من الزمالك. بعد الطفرة التي أحدثها مع الفريق يتخذ خطوة جديدة في مسيرته لينتقل إلى نادي طلائع الجيش ليصنع الفارق مجددا مع الفريق العسكري. اللاعب الذي قلما يظهر في الإعلام يفتح خزائن أسراره وكواليس حياته الكروية خلال محطاته المختلفة في السوبر مع إبراهيم فايق. شرفنا ومنورنا يا سيدي.
دورك طبعا، وبشكرك على المقدمه الجميله دي طبعا. يعني تستحق اكتر من كده بكتير. ربنا يخليك يا ابراهيم، ربنا يخليك. انت واحد من اللعيبه المميزه، وده مش راي، ده راي ناس كتير جدا فيك، ومن ساعه ظهورك في الملاعب مع نادي الزمالك والكل كان منتظر مستقبل كبير جدا جدا للعلاء. هنتكلم في ده، بس قبل ما اروح او قبل ما اتكلم على نادي الزمالك، تجربه الجيش ليه وبنسبه قد ايه انت راضي عنها لحد دلوقتي؟ طبعا هي اول حاجه طبعا تجربه انا شايفها كويسه طبعا، استفدت منها. انت بتلعب في نادي محترم، مؤسسه محترمه، فيها جهاز فني معانا على مستوى عالي، كابتن طارق يحيى طبعا، وفي مجلس اداره طبعا بقياده اللواء محمد فريد حجازي طبعا، مش مقصر في اي حاجه، واللواء مجدي اللوزي طبعا، والعقيد احمد مهدي. فانا شايف هي مؤسسه محترمه بتعاملنا باحترام، ما بتتاخرش علينا في حاجه. انا شايف انها تجربه انا استفدت منها، وان شاء الله هم لو الناس عايزين ان انا اكون موجود معاهم السنه الجايه، انا ماضي سنتين مع نادي طلائع الجيش، الناس لو عايزين اكمل معاهم السنه الجايه ان شاء الله اكون موجود. عايزه تستفاد مني مثلا بعرض في اخر الموسم، انا تحت امرهم يعني. طيب الفرقه بقى السنه دي حاسس انها مميزه ولا كان يجي منها احسن من كده؟ خاصه ان فيها اسماء كتير جدا، لعيبه محترمه ولاعيبه محترفه وكلها خبرات وكلها اهلي وزمالك. لا طبعا انا معاك في النقطه دي طبعا. في لعيبه على مستوى عالي جدا، لو جيت عديت في فرقه الطلائع هتلاقي اكتر مثلا من 10 12 لعيب مميزين، كلهم لعبوا في انديه كبيره. انا شايف ان احنا كان لازم مركزنا يبقى احسن من كده، وده الكلام اللي الكابتن طارق دايما بيقوله معانا، يعني عيب بمجموعه اللعيبه دي ان احنا نبقى في المركز ده. بس هي في حصل سوء توفيق في ماتشات كتير، يعني ماتشات كتيره بنخسر في الدقيقه 90، وماتشات بنكون كسبانين بنتعادل، ففي سوء توفيق حصل معانا. بس انا شايف برضك ان احنا في الفتره الاخيره ابتدينا نلم نفسنا، نظهر بمستوى كويس. اخر ماتشين مكسب اللي هو الحرس والمحله، فربنا يكرم ان شاء الله. يعني الفتره الجايه دي قدامنا لسه 7 ماتشات ان شاء الله نقدر نعمل فيهم حاجه كويسه، ونحسن مركزنا ان شاء الله، وحاجه تليق باللعيبه اللي موجوده ان شاء الله. ايه السبب يعني؟ ليه الجيش ما مشيش كويس من الاول يعني؟ ما انا عايز اقول لك يعني قليل اول ماتشات اللي اتجمع فيها اللعيبه كلها اللي هي الكبيره اللي موجوده. دايما ده موقوف، دايما ده مصاب، يعني في دايما مشاكل، كان في مشاكل ما اتجمعتش فيها الفرقه. يعني من الماتشات اللي تتجمع فيها الفرقه لا يعني بنكسب. لكن في ماتشات كتير جدا طبعا في مثلا مش غياب لعيب، لا ده 4 و5، فطبعا كانت بتاثر علينا بشكل كبير. كابتن طارق كان ما بيلاقيش حد، بيبتدي يجيب من الناشئين تحت. طبعا في اوقات ما بيلاقيش فعلا حد، فدي اللي بعدتنا شويه. لكن لو انت زي ما بتقول بالاسماء اللي موجوده دي، لا طبعا لو الاسماء دي موجوده وبتلعب بصفه مستمره، لا ما كانش دايما مركزنا، يعني كان يبقى مركز احسن من كده طبعا. احمد عيد عبد الملك دوره ايه في الفرقه بخلاف انه بيطرد؟ بس هو عيد، بص هو عيد مع الحكام، دي هي حاجه غصب عنه. يعني انا واحد من اللعيبه بحبهم بصراحه، هي حاجه غصب عنه. وكان ضيف هنا وشرفني في السوبر بس عشان ما يزعلش معانا. لا طبعا عيد لعيب كبير جدا. هي بس حته الناس كلها بتتكلم فيها ان هو بيعترض على الحكام، دي طبعا هي غصب عنه. هو بيعترض، هو مش حته، هو بيعترض، هي غصب عنه والله. هو جواه يعني تلقائي. حتى الماتش اللي فات كابتن طارق منبه عليه قبل ما ينزل، عشان برضك مشكله الحكام هو تلقائي عنده الحته دي، وراح اخذ برضه كارت احمر بالظبط. فهو بس هو لعيب كبير طبعا، قائد في الفرقه، تملي بيلم الفرقه، دوره في الملعب طبعا دور كبير طبعا، بيلم اللعيبه. جاب جون الماتش اللي فات طبعا كسب الفرقه كذا ماتش، في يعني ماتش اسوان وماتش الحرس خلص 1-0 بجون احمد عيد، والماتش الاخير برضك مكسبنا. لا احمد عيد طبعا لعيب كبير وقائد في الملعب طبعا. طيب انتوا بتتكلموش مع بعض بقى يعني ان انتوا تهدوه شويه، يعني اصل انتوا محتاجينه، يعني ما هو ده لعيب مهم في الفرقه، فانتوا محتاجين اكيد ان هو يبقى موجود معاكم. والله انا اول حاجه بعملها لما لعيب بيتخانق مع حكم اجري عليه عشان ارجعه لورا، بس عشان اعرف ان هو اتطرد، يعني ان هو طبعي فيه، مش يعني حاجه تلقائيه فيه. فاول ما بلاقي كده انا او غيري اي حد قريب مني بيبتدي يجري عليه يبعده شويه عن الحكم. لسه ما زالت مشكلته قائمه انه عايز يمشي بعد الموسم ده نهايه الموسم بالنسبه له، هيمشي ولا لا؟ لا دي طبعا هو اللي يقدر يقول فيها، انا ما اعرفش. بس انا شايف ان هو دلوقتي الفتره دي مركز في التمرين، مركز هو على طول في التمرين مركز كابتن احمد، يعني لا بيتاخر وملتزم وكل حاجه. بس الفتره الاخيره دي هو ملتزم وعايز يثبت للناس لا ان هو هيفرق مع الفرقه الفتره الجايه دي. لكن حته يمشي او يقعد دي هتتكرر بعد الموسم بقى، هو اللي يقدر يحددها. ده العلاقه بينه وبين كابتن طارق يحيى رجعت زي ما كانت ولا لسه فيها شويه
طب انا عايز اقول لك حاجه اصلا، يعني كابتن طارق اكتر لعيب بيحبه الفرقه احمد عيد. عارف. يعني يعني هو يعني من الزمالك، وطبعا متربيين مع بعض هناك في الزمالك، وكابتن طارق مسك احمد عيد في الناشئين، فهم يعني هم بيحبوا جدا كابتن طارق، فما فيش بينهم خلاف اصلا. هي كانت مشكله بس بسيطه اللي هي بسبب التحكيم، ان كابتن طارق ان عيد بيتخانق مع الحكام وكده، فهو لفت نظره فعيد اتخانق تاني، هي دي كانت المشكله، لكن ما فيش مشكله بينهم، ما فيش مشكله شخصيه بينهم. بس طيب انا بس عايز اكمل شويه في الجيش واتكلم على ظروف الفريق. هل بتتخيل انت عقدك موسمين، هل بتتخيل عندك حاجه تقدمها للجيش الموسم اللي جاي، ولا انت شايف ان التجربه لحد كده كويسه يعني محتاج تغير، محتاج تروح نادي تاني؟ بص يعني انا دي ما اقدرش اتكلم فيها ان انا ليا عقد سنتين، انا ماضي عقد سنتين مع نادي طلائع الجيش، ما اقدرش اقرر ان انا اكمل او ما اكملش، يعني هو القرار في ايديهم. انا مش ماضي سنه واحده مثلا وانا اقرر ان انا امشي او اقعد، لو انا ماضي سنه واحده كنت ممكن اقدر اقرر ان انا امشي واقعد، لكن هم انا ماضي سنتين مع نادي طلائع الجيش، لو نادي طلائع الجيش جاي له عرض مناسب على عالي وهيفيد النادي وهيفيد اللاعب، لو ما عندهمش مشكله ان انا امشي خلاص تمام، لكن لو هم عايزين ان انا اكون موجود السنه الجايه خلاص تحت امرهم ان انا اكمل. كابتن حسام حسن ما كلمكش في مصر؟ والله كابتن حسام طبعا انا شرف ان انا اكون موجود معاه، وفي كلام في النادي المصري طبعا. انا شرف ان اكون موجود مع كابتن حسام طبعا في نادي الزمالك، هو اللي ظهر علاء علي وعرف الناس علاء علي، فانا شرف ليا اكون موجود معاه طبعا. يعني في كلام طبعا، ما اقدرش اقول مفيش كلام. مجموعه مهمه ساهم فيها كابتن حسام حسن انها تظهر، انت وعمر جابر وحازم امام ومحمد ابراهيم واحمد المرغني، لا مجموعه كبيره، مجموعه كبيره جدا طبعا. كابتن حسام دايما في اي حته بيعتمد على الناشئين، يعني دي الحته دي عنده، بس مش اي ناشئين، مش اي ناشئين، لا طبعا. بص الناشئين طبعا الزمالك والاهلي فيهم اختلاف طبعا. يعني لا هو برضه، بس هو برضه في اي نادي بيمسك عينه كويسه، بيقدر يجيب الناشئ من تحت اللي هو هيفيده، وبيديله طبعا من حته بقى اللي هو حته الروح بتاعته وكده، بيفرق في الملعب معاه بشكل كبير، غير ان هو طبعا مدرب على مستوى عالي كتكتيك في الملعب. انا شايف كابتن حسام في الفتره الاخيره من احسن المدربين الموجوده في مصر، اي فرقه بيمسكها بيعمل فرق معاها. يعني الاتحاد السنه اللي فاتت مع احترامي نادي الاتحاد كان في مراكز متاخره، كابتن حسام مسك فرق مع نادي الاتحاد، مسك المصري السنه دي فرق مع النادي المصري، فهو بصراحه اي نادي بيمسكه بيفرق فيه بصراحه كابتن حسام. ايه رايك في الدوري السنه دي؟ لا الدوري كويس جدا، في اكتر من فريق ظاهرين بمستوى كويس، في دجله، في انبي بعد شويه، في مصر المقاصه، في بتروجيت مع كابتن طلعت يوسف بقى في مراكز متقدمه، في اكتر من فرقه السنه دي ظاهره بمستوى كويس، والداخليه مع كابتن علاء بقى قبل ما مشي كانت برضك ماشيه بمستوى كويس، وحتى لما كابتن علاء مشي برضك محافظين على كيان الفرقه وماشيين بمستوى كويس. انا شايف الدوري السنه دي دوري حلو ممتع. الاهلي بعد شويه، بس اللي تحت الاهلي ما تعرفش مين هياخد تاني تالت رابع، يعني المربع الذهبي لسه فيه لعب. الاهلي خلاص قرب، يعني بص فرق 8 بونت مع الاهلي صعبه شويه، بس مش مستحيله. اللي خلى برشلونه مع احترامي للنادي الاهلي كده الاسطوره النادي الاهلي، يعني بتسوقوا الاستمرار الفكره؟ لا انا بقول لك مش مستحيله. مع برشلونه كان 9 بونت وفي الاخر بقى بينه وبين الريال بونت، واتلتيكو مدريد قد بعض وبرشلونه، فالنادي الاهلي لا مش صعب 8 بونت وعنده ماتشات صعبه، يعني الاهلي لسه عنده ماتشات صعبه الفتره الجايه، فبرضك ما اقدرش احكم دلوقتي اقول الدوري خلص، بس الاهلي من النوع اللي هو بيقدر يحافظ، يعني بيبقى عارف هو عايز ايه، هي دي اللي بتفرق معاه. ويعني هو برشلونه ما بيعرفش يحافظ؟ لا طبعا برشلونه بيعرف يحافظ، بس برضك في فرق برضك من المنافسين، يعني معلش. برشلوني صح؟ لا ريال مدريد طبعا. انت برشلوني؟ لا ريال مدريد طبعا. لا انت برشلوني؟ لا والله الريال، والله قلب ابيض الريال طبعا. قلبك ابيض ايه بس؟ قلبك ابيض ايه؟ انتم يعني ما يعني لا مفيش ليجا السنه دي. الريال طبعا، لا ان شاء الله نكسب اتلتيكو ان شاء الله، وناخد ابطال اوروبا ان شاء الله. لا نكسب ان شاء الله، انا بقول لك هنكسب. تكسبوا مين؟ هنكسب اتلتيكو ان شاء الله. الراجل ده دي الفرقه. بص انا مقتنع معاك ان هي فرقه رخمه، فرقه رخمه اللي هي تجيب جون وتقعد تدافع عليه 90 دقيقه. وماله بقى، بس فرقه كوره بتكسب في الاخر، فرقه محترمه ومعاهم مدرب محترم عارف برضك هو عايز من الماتش. طيب تمام، بس الريال في النهائي لا هيبقى صعب عليهم. تحب ايه في ريال مدريد؟ يعني الفرقه دي بتحبوا فيها ايه يعني؟ بص يعني انا مشكلتي مع الريال، انا بعشق الريال. تحب فيها ايه بقى؟ ما انا بقول لك هي مشكله واحده، ما بيلعبوش كوره جماعيه قوي، يعني مش زي برشلونه بيعتمدوا على مثلا كريستيانو وعلى بنزيما. طب ما انت فاهم، هي دي مشكلتهم، ما هي دي مشكلتهم. خسارتك بقى انت في ريال مدريد. لا لكن كافراد لا طبعا اقوى بكتير. طب يا سيدي نشيل الافراد، يعني تعالى شيل الافراد، شيل مثلا ده مش باقيه تمام، انما بص على الكوره، كوره برشلونه طول الوقت احلى. طب ما هو طول الوقت شيل من برشلونه مثلا كان نص الملعب كان انيستا مثلا، ميسي انت هتقعد تقول لي ميسي وبتاع ميسي، طب ما هو غاب الموسم ده كتير. لا مش ميسي، انا عندي نص الملعب هو اللي قوي، وفيها سواريز وفيها انيستا وقبل كده كانت تشافي. هو كان بتتغير الاسماء بس طريقه الاداء ممتعه، هو ده اللي انا عايز اقوله. انا معاك، برشلونه كوره جميله وكوره ممتعه وتحب تتفرج عليها، بس هي بتبقى انت من جواك بتحب، انا بحب الريال بس.
وهي زي ما بقول لك مشكلتهم لو لعبوا كره جماعيه، يعني في فتره من الفترات بيلعبوا كره جماعيه، ومثلا لما بيلعبوا برشلونه بيبقوا عارفين عايزين الماتش بيقفلوا كويس ويلعبوا مرتده بنكسب. ده انا متوقع ماتش الاتليكو والريال. الريال مش هيهاجم اتليكو، هيلعب بنفس طريقه اتليكو اللي هو الديفنس والهجمه المرتده. ايوه بس اتليكو هيفضل مقفل ويلعب على المرتده، لو الريال فتح اتليكو هيخطف جول. بس ريال مدريد اصلا توتو عضلات برضو، يعني ما خلينا برضو يعني هو احساسه بانه انا مش انا المارد الجبار برضو. ما هينزل يهاجم اتليكو، ان اتليكو عايز كده ان انت تهاجمه ويتفتح مساحات ورا يلعب على المرتده، لو خطف جول 90 دقيقه ديفنس زي ما عمل مع البايرن بالظبط، تبقى صعبه جدا. بما ان انت بقى فتحت لنا موضوع برشلونه وريال مدريد، كنت بتكلم مع حد من اصحابنا جزئيه مهمه قوي. تخيل احنا لو شلنا من برشلونه ميسي وشلنا من كريستيانو وشلنا من ريال مدريد كريستيانو، نسبه متابعه الناس للدوري محدش هيتفرج على الدوري الاسباني. صح طبعا محدش هيتفرج على الدوري الاسباني. ما هو انت بتتفرج على الدوري الاسباني عشان خاطر كريستيانو يعني وميسي. اللي بيحب قوي، بس مش اللي هم مش الجمهور السواح يعني. لا قليل قوي اللي هتلاقيه متابع الدوري الاسباني. بعد ما كنتش مثلا كريستيانو مش موجود في الريال او ميسي في برشلونه، لا صعب تلاقي حد نسبه مشاهده عاليه. انت هتحول لاقتصاد دوله، اقتصاد دوري. طبعا قعدوهم وياخدوا اللي هم عايزينه. يعني الماتش الوحيد القمه اللي العالم كله بيتفرج عليه اللي هو الريال وبرشلونه. يعني بس برضه احنا اللي خدنا الليجا، يعني احنا اللي كسبنا برضه. خلاص الف مبروك. الله يبارك فيك، واجي لك برضه ان شاء الله باذن الله. بص هعمل لك مداخله مخصوص بقى في يوم ماتش اتلتيكو يوم ماتش اتلتيكو والريال، وهفكرك هنكسب ان شاء الله. قول يا ماتش صعب بس هنكسب يا سيدي. قول يا باسط، اتفرج على الماتش فين؟ اتفرج عليه في البيت. في البيت. طيب هكلمك والله العظيم هكلمك بعديها، بس اهم حاجه ما تقفلش تليفونك. هرجع تاني اتكلم على الدوري. انت بتقولي الدوري السنه دي افضل. ايه الفرق اللي انتوا بتحبوا تلعبوا؟ يعني في لعيبه مفضله فرق معينه تحب تلعبها، اما انه ارتبط تالقه في اكتر من مناسبه من المناسبات قدام الفرقه دي، او فرقه ما بحبش يلعبها لانه عارف ان هو داي اوف بتاعه. تمام. مبدئيا انا احب ماتشات الاهلي والزمالك جدا. تحب ماتشات الاهلي والزمالك والاسماعيلي؟ ثلاث فرق الكبار. ومصر المقاصه ماشي، بحب ماتشاتهم جدا. ليه؟ الماتشات مفتوحه، تلعب كوره. في فرق بقى انت بتروح تلعبها بتبقى شايل هم الماتش، اللي هو يعني يا لهوي على الماتش النهارده بقى متقفل. متقفل ومخنوق، وهو المدرب هناك بيلعب على الخطه دي اللي هو يقفل وهجمه مرتده. ايه اكتر فرقه بتخنق علاء؟ يعني كان الاول الشرطه الاول في ملعب العباسيه. قفل بقى يا سيدي وقابلني، بتبقى رخمه. دلوقتي الشرطه والداخليه. الماتشات دي بتبقى اللي هي ماتشات رخمه، انت رايح تلعب ماتش رخم اللي هو تخطف جون. مش ماتش كوره، لا انت عايز تخطف جون وتخلص الماتش. لكن مش هتروح تلعب كوره. رغم ان احنا يعني سبحان الله ماتش الداخليه الدور الثاني من احلى الماتشات اللي عملنا فيها كوره. بس الداخليه كان مش يومهم يعني ما كان اول مره يلعبوا بحس ان الملعب مفتوح مش قافلين الملعب، فهو ما كانش يومهم عشان كده ظهرنا بمستوى كويس. لكن الماتشين دول بالتحديد بحس ان هم ماتشات رخمه شويه. الماتشات اللي انت بتحب تلعبها بخلاف الاهلي والزمالك والاسماعيلي هم دول بس كده؟ والمقاصه برضك فرقه مفتوحه. ليه المقاصه فرقه جريئه رغم ان ما بقالهاش كتير في الدوري؟ بص هي بترجع برضك للمدير الفني. طبعا كابتن ايهاب جلال عامل توليفه كويسه جدا، وهو مدرب جريء. يعني انا بتفرج عليه دايما لما اكون خسران في اخر الماتش مثلا 2-1 او حاجه، بيبتدي ينزل فراوده كتير. الحته دي كان بيعملها مستر مانويل جوزيه. هو واخدها منه، يعني انا بحسها كده ان هو بينزل فراوده كتير، ما بيخافش. لاخر الدقيقه بيلعب ان هو يكسب، يجيب ال3 بونت. في ماتشات كتير جدا كان خسران فيها وكسب. فهي بترجع لشخصيه المدرب في الاخر. طيب خليني بقى يا سيدي جاي لك اسئله كتير جدا على الهاشتاج بتاعنا @super_علاء_علي. محمود بيقول ممكن يا كابتن ابراهيم تسال كابتن علي لو جالك عرض للنادي الاهلي تقبل تلعب في النادي الاهلي ولا لا؟ طبعا شرف لاي حد يلعب في النادي الاهلي. طبعا ايه المشكله؟ انا بقول شرف لاي حد يلعب في النادي الاهلي. مولود في نادي، انا مولود في نادي الزمالك. بس انا ما انت بتقول دلوقتي جالي عرض من الاهلي، يعني ما جاليش عرض من نادي الزمالك. لو جالي عرض من الاهلي وما جاليش عرض من نادي الزمالك طبعا هكون موجود في النادي الاهلي. شرف لاي حد يكون موجود. تيجي نرجع بالذاكره كده، نرجع لورا شويه. ماشي. وانت في سموحه ماشي كنت قريب جدا من النادي الاهلي. طبعا. صح؟ طبعا. طب انا عايز اقول لك حاجه، عندنا اللي مزعلني من نادي الزمالك. ثانيه واحده بس، اصل انا الخبر ده انا قلته في ساعه رياضه. تمام. في CBC اكسترا اتقطعت تقطيع لما قلت الخبر ده. طبعا انتوا مشكلتكم بقى ساعتها ايه؟ ان الواحد لما انت ما بتقولش تيجي تقول ما بتقولش. بالظبط. اتخرجت انا برضو عشان بس الناس تبقى عارفه، اتخرجت انا للوز بقى، ما انا اللي قايل الخبر. مفيش حد في مصر قاله، فانا اللي قايله. فبقيت انا كذاب، وبقيت انا بطلع اخبار، وبقيت انا مش عارف كذا. الخبر اللي قلته مظبوط. انا اللي مزعلني ساعتها ان انا كنت ماشي بمستوى كويس جدا،
الحمد لله مع سموحه كنت مكسر الدنيا وماشي بمستوى كويس وبجيب اجوان. اللي زعلني ان ساعتها نادي الزمالك ما كلمنيش، يعني ده اللي زعلني. لقيت النادي الاهلي هو كان ساعتها كابتن عبد صادق هو اللي كان انت كسرت الدنيا في الوقت ده مع سموحه. انا فاكر ما سموحه انا بقول لك اللي واحد من افضل المواسم عليها بصراحه. زعلني ان انا مثلا بيتي اللي هو شايف عليا مكسر الدنيا ما كلمنيش. والنادي الاهلي هو ساعتها اللي كلمني، وكنت قريب جدا من النادي الاهلي. مين اللي كلمك بقى؟ الكابتن عبد صادق. كابتن عبد صادق. وكان في كلام بينا في التليفون، وكان معانا كابتن تامر النحاس، وكان بنسبه كبيره ان انا كنت هروح النادي الاهلي. بس هي حصل مشكله اللي هي طلائع الجيش، وفي نفس الوقت هم جابوا مؤمن زكريا في نفس الفتره دي. فدي وقفت الدنيا شويه. لكن كان في مفاوضات جاده من النادي الاهلي. انا كنت موجود في النادي الاهلي في يناير، يعني حتى مش في بدايه السنه، لا كنت هنتقل في يناير. وساعتها الباشمهندس طلب فلوس تقيله شويه. انت جيت لي في الوقت المناسب. اصل انا بشتغل، احنا بنقول الاخبار وفي ناس تشتغل تنفيها لنا، يعني انا بقول الاخبار والناس ثانيه تطلع تقطع فينا، والناس ثالثه تقعد تقول مش عارف كذا، ونقعد نقول للناس يا جماعه اصل في حاجات مش يعني في حاجات غصب عننا هنقولها لكم، وانتوا حضراتكم مش هتعرفوا مصادرها ايه، لان احنا مش هينفع نقول المصادر. فالناس تقول لك انت قلت الخبر وعلاء ما راحش. طب انا مالي يا الخبر صحيح، هو ما راحش ظروف ثانيه. ده مش ذنب انا بقى. بالظبط. وحاجات بقى كتير كده يعني. طيب بالظبط. ارجع تاني لاسئله الناس. انت ما عندكش مشكله خالص تروح النادي الاهلي في اي وقت من الاوقات؟ ما عنديش مشكله، بس لو في عرض الزمالك واهلي لا طبعا الزمالك طبعا ليه الاولويه طبعا. لعيب محترف انت مالكش في المقاس؟ لا مالكش في القصه دي. انا بقول لك انا الزمالك له اولويه لو العرض من الاثنين. لكن لو جه العرض من النادي الاهلي ومفيش عرض من نادي الزمالك طبعا هكون ده شرف ليا اكون موجود في النادي الاهلي طبعا. مروه ميرو بتقول لك مين احسن لعيب في مصر واحسن حارس مرمى في مصر؟ انا شايف الفتره دي احسن لعيب في مصر رمضان صبحي طبعا. رمضان طبعا. احسن حارس مرمى في مصر؟ والله يعني في جوان كتير ماشي على مستوى كويس. يعني في عندنا احنا في الجيش عندنا عماد السيد وبسام، والله من احسن الجوان موجوده في مصر. عماد بيتالق على فترات. لا والله عماد ماشي بمستوى كويس والله، وبسام برضه الجون كويس جدا. يبقى انا اللي مش متابعه كويس. لا عماد ماشي بمستوى كويس يعني. بس يمكن هي الماتشات اللي هي رتمه فيها عالي قوي هي ماتشات قدام الفرق الكبيره. لا عماد والله عشان في ماتشات يعني كتير جدا. ممكن تكون فعلا انت عشان هو يعني الجيش مش هيظهر اعلاميا زي الزمالك والاهلي. صحيح. فمش لكن في جوان كتير، وفي جنش طبعا بمستوى كويس جدا ماشي مع الزمالك الفتره اللي هو في الاخيره. في اكتر من جون في مصر كويس. جنش بيفرض نفسه على منتخب مصر. لا يعني جون كويس جدا بصراحه. هو جون موهوب. يعني جنش من ايام ما انا كنت في الزمالك كان معايا، هو جنش جون موهوب يعني من الاجوان اللي هي يعني مش متعلمه. يعني لا هو موهوب، بس هو ما كانش مدي للناس احساس. عارف انت بقى في واحد كده يدي لك احساس انا جامد انا جامد. لا جنش ما اداش احساس ده. هو فجاه مره واحده حاجه كده انطلقت زي السهم ما شاء الله عليه. معلش هو برضه كان موجود يعني كابتن واحد السيد وكان كابتن محمد منصف. فكانت العمليه برضك صعبه في الاول. مشيوا جه برضك الشناوي جم مصر الاول. فبرضك هي عمليه صعبه، هو ما خدش فرص. لكن لو خد فرص زي ما خد الفتره الاخيره دي لا طبعا جون كويس جدا. دوله بيسالك بيقول لك ايه رايك في اداء نادي الزمالك وايه توقعاتك لماتش الزمالك اللي جاي قدام الاتحاد السكندري، وفي امل للزمالك في الدوري ولا لا؟ والله انا توقعاتي ان الزمالك مش هيفرط في بونت تاني لاخر الموسم. دي توقعاتي. صعب. صعب يفرط في اي بونت تاني لاخر الموسم. وهيلعب ان هو يضغط الاهلي. ان هو كل ماتش يكسب يضغط الاهلي. تورتينا بيقول لك او عادل يعني بيقول لك ايه طموحاتك في الفتره اللي جايه؟ والله الواحد يعني بيتمنى ان شاء الله الفتره الجايه دي يعني او مع نادي طلائع الجيش او انتقلت من نادي طلائع الجيش طبعا اظهر بمستوى كويس، ادوس على نفسي يعني نفسي شويه الفتره الجايه. الواحد بيحلم ان هو يكون موجود في منتخب مصر. ده شرف لاي حد. يعني ده الواحد ساعات بيتعب كتير بيبقى في فورمه كويسه. ما انا بقول لك هو الواحد يعني ساعات بيتعب كتير وبيبقى في فورمه كويسه وبيحس بظلم ان هو ما بيتضمش لمنتخب مصر. يعني جت فترات الحمد لله ماشي كويس في الجيش في اول الموسم وفترات مع سموحه وما بيتضمش لمنتخب مصر، بيحس بظلم. وفي برضك مش علاء بس، لعيبه ثانيه كتير بتبقى ماشيه بمستوى كويس وما بتتضمش للمنتخب. عكس ان ممكن تلاقي لعيب اصلا في اهلي والزمالك ما بيلعبش وبيروح منتخب مصر. يعني قاعد احتياطي وبيروح منتخب مصر. فده ظلم كبير جدا. اهلي والزمالك طبعا. يعني انت معترف انه لعيبه الاهلي والزمالك بتبص لها بصه ثانيه؟ طبعا. هي الكوره في مصر اهلي وزمالك. مع احترامي لكل الانديه الثانيه الكوره في مصر هنا اهلي وزمالك هو اللي عليهم السبوت الاعلامي وعليهم منتخب مصر. اختيارات منتخب مصر بقول لك يعني بيتاخد لعيب قاعد في نادي الزمالك او في نادي الاهلي احتياطي ولعيب تاني مكسر الدنيا في النادي بتاعه ما بيتاخدش، واللاعب احتياطي بيروح منتخب مصر عشان خاطر التيشيرت الزمالك والاهلي. عشان التيشيرت طبعا. محمود بيقول لك لو كنت المدير الفني للنادي الاهلي تجيب صفقات ايه الموسم اللي جاي؟ لا انا ما اقدرش ان انا على النادي الاهلي بصراحه. لا ما صعب عليا. اسف لو الزمالك اقدر اقول اسف يا فندم مش دعوه بالاسئله دي. لو الزمالك اقدر اقول انت بتقول ده عيب وحرام. كابتن علاء لسه من جواه زملكاوي ولا بقى بيتعامل بعقليه احترافيه لو محمد حسني؟ لا طبعا انا زي ما قلت لك يعني الواحد قلبه ابيض، الواحد متربي في نادي الزمالك زي ما قلت لك من انا عندي 6 سنين في نادي الزمالك. فطبعا انتمائي كله لنادي الزمالك.
لكن طبعا الواحد بيتعامل باحترافيه زي ما قلت لك، لو انا في اي وقت جالي عرض من الاهلي ومش موجود عرض من الزمالك هكون متواجد في النادي الاهلي. اسلام، شايف نفسك اتظلمت في نادي الزمالك؟ من احسن لعيب لعبت جنبه، مين اللاعب اللي كان نفسك تلعب جنبه؟ انا عندي ملف كامل عن نادي الزمالك لسه ما فتحتوش معاك، بس يلا جاوب على السؤال ده. هو بقول اول حاجه ايه؟ شايف نفسك اتظلمت في نادي الزمالك، ومين احسن طبعا لعيب لعبت جنبه؟ لو حته ظلم طبعا اتظلمت في نادي الزمالك طبعا في السنه اللي مشيت فيها. انا الحمد لله من ساعه ما طلعت فريق اول في نادي الزمالك لعبت 5 مواسم، 4 مواسم بلعب بصفه اساسيه الحمد لله لفترات كبيره مع مدربين اجانب او مصريين. بس اخر سنه دي مع كابتن حسن شحاته طبعا انا شايف ان انا اتظلمت بشكل كبير. موسم كامل ما بلعبش، ويوم ما لعبت باك ليفت، يعني في مركز اللي هو بعيد عني خالص. هتكلم معاك في نادي الزمالك وافتح معاك ملف نادي الزمالك بالكامل بعد الفاصل اللي جاي، لانه ملف مهم جدا منذ ظهورك مع نادي الزمالك وتألقك كان مع كابتن حسام حسن حتى رحيلك عن نادي الزمالك. ده ملف ما اتكلمناش فيه، هنتكلم فيه بكل تأكيد، ولكن بعد الفاصل. مستمرين مع حضراتكم في حوارنا مع السوبر كابتن علاء علي. نجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني من السوبر، وضيف حضراتكم هو كابتن علاء علي. نفتح لحضراتكم التليفونات، تقدروا تشاركوا معانا في الحوار. ارقام التليفونات ظهرت لحضراتكم على الشاشه، كمان بنستقبل كل التعليقات بتاعت حضراتكم على الهاشتاج بتاعنا السوبر _ علاء _ علي. طيب يا سيدي، كنا بنتكلم بقى او هنتكلم في نادي الزمالك وتجربتك مع نادي الزمالك انطلاقا من الفتره بتاعت الكابتن حسام حسن. تمام. هو طبعا في قبل كابتن حسام، يعني انا اول مدرب طلعت معاه في الفريق الاول كان مستر كرول ودكتور محمود سعد. بعد كده طبعا كابتن احمد رمزي واحمد رفعت. بعد كده مستر ديكستال ظهرت معاه، ده بقى مستوى كويس جدا، يعني ده اللي برضك باين للناس على علي. بعد كده طبعا كابتن حسام حسن الواحد زي ما بيقولوا لمع معاه في فطبعا كابتن حسام طبعا زي ما قلت لك بيقدر يطلع من جواك حاجات انت ممكن ما تقدرش تطلعها، بحته بقى الروح والحماس وغير كده زي ما قلت لك هو مدرب بيشتغل على التكتيك طبعا كويس جدا، ومدرب هجومي. بعد كده طبعا الحريفه تحب المدرب الهجومي طبعا، اللي هو المدرب الجريء طبعا. كابتن حسام عنده الحته دي، يعني كان تملي والله انا فاكر كنت بلعب ساعات انا وشيكابالا وحسين ياسر، اللي انتوا الثلاثه ما تعدوش نص الملعب، يعني ما ترجعوش تدافعوا، لا انا عايزكم قدام. هو في راحه كده؟ لا ومش راحه كمان، انت نادي الزمالك ما حدش هينزل يهاجمك، شايف اللعيبه دي قدامه ما حدش هينزل يهاجمك، فانت ضاغط على طول. فهو بيقدر يستفاد منك باقصى جزء قدام في الحته الهجوميه. دي موجوده مع كابتن حسام في اي فرقه بيمسكها، بس لما بيمسك فرقه كبيره طبعا لما بيمسك فرقه صغيره هتكون عنده اسهل ان هو الحته الهجوميه يقدر يعلق اللعيبه قدام. فدي كانت برضك من الحته اللي هي كويسه عند كابتن حسام، كانت بتفرق معانا في الملعب، حتى ساعتها كان شكل الزمالك ظهر بمستوى كويس. بعد كده طبعا بعد كابتن حسام طبعا جه كابتن حسن شحاته، زي ما قلت لك سنه كامله ما بلعبش. انا مش عارف السبب بصراحه، يعني ساعتها كنت الثلاجه. ما كنتش عارف السبب والله العظيم، يعني التمرين بتمرن كويس جدا، ما بغيبش، ما بقصرش في اي حاجه. واتكلمت مع كابتن حسن كذا مره يقول لي هتيجي الفرصه وهتلعب. بس هو قال ساعتها عليك انك لعيب فردي. ممكن هو ممكن يكون شايف كده، بس والله فعلا لما هو حتى قعدت اتكلمت معاه قال لي كده المعلومه دي، انا ابتديت اصلح من نفسي في التمرين. يعني التمرين بقيت العب لمس ولعب، ما بمسكش كوره خالص. كنت مستني بس ان عايز فرصه، ان انا فرصه تجيلي، وخصوصا طبعا مدرب كبير زي كابتن حسن. لو خدت فرصه ومسكت فيها اكيد هيقدر يحافظ عليك في الملعب ومش هيطلعك منه تاني. كويس. بس انا ما خدتش فرصه، حتى الماتش اللي خدت فيه فرصه لعبت باك ليفت زي ما بقول لك، كان ماتش الجونه، والحمد لله برضك ظهرت مستوى كويس. وبعدين ما لعبتش تاني خالص بقيه الموسم. فطبعا حسيت بظلم كبير. مين بيلعب عليك ساعتها؟ كان ساعتها طبعا كان موجود شيكابالا وكان كابتن احمد حسن، كانوا الاثنين طبعا بيلعبوا بصفه اساسيه. بس انا فاكر ماتش يعني عرفت ان انا ساعتها بقى خلاص كابتن حسن مش في دماغه خالص. ايه بقى؟ كان ماتش في افريقيا، وكان ساعتها شيكابالا مش موجود، وكابتن احمد حسن لعب اسلام عوض. كان اسلام عوض بيلعب صانع العاب ساعتها. واسلام عوض اتصاب في الماتش ده. فخلاص بقى يعني خلاص المفروض طبيعي ان انا هنزل. بالظبط. فراح كابتن حسن جاب محمد عبد الشافي من باك ليفت لعبه صانع العاب، ولعب صابر رحيل ساعتها. فخلاص فانت مش في الدماغ ان يجي باك ليفت يلعب عليك. فطبعا مع احترامنا عبد الشافي طبعا لعيب كبير وكل حاجه، بس مش مركزه صانع العاب، يعني مركزه ان هو باك ليفت، من احسن باك ليفت موجوده في مصر طبعا. فحسيت ان انا الباكات ايه ليفت طبعا، هو في عندنا غيره هو طبعا فحسيت ساعتها ان انا مش موجود في دماغ كابتن حسن. طلبت ان انا امشي من نادي الزمالك ساعتها. كان الكلام ده في يناير. وبالفعل فعلا كنت رايح يا اما الجونه يا اما ام بي، حاجه من الاثنين، كانوا داخلين بقوه.
وخلاص كنت مخلص مع الجونه بنسبه اكبر يعني. جت المشكله بتاعت ماتش الاهلي وبورسعيد دي، طبعا الدوري اتوقف، فساعتها اضطريت ان انا اكمل في نادي الزمالك عشان كنا احنا في افريقيا ساعتها لسه، فما فيش حاجه غير نادي الزمالك هو البطوله الوحيده تبقى شغاله، الدوري كان واقف افريقيا، فكملت مع نادي الزمالك ساعتها افريقيا، وطبعا بعيد يعني بعيد بقى. حتى خلاص انت توقفت شهرين ساعتها، توقفت شهرين عشان انت كنت قلت ان انت عايز ان تمشي. انا توقفت شهرين ساعتها. فحسيت ان انا بعيد خالص يعني. دي اكتر حاجه بتدمر اللعيب، ان هو يبعد عن قله اللعب طبعا، قله مشاركه اللعب طبعا بتدمر اي لعيب. يعني انا حتى في الفتره الاخيره انا فاكر محمد ابراهيم قبل ما يتالق الفتره الاخيره كان برضه عايزين محمد يمشي يروح يطلع الاتحاد اعاره وكده. كان وشوف محمد كان ماشي بالظبط، كان ماشي بشكل كبير. بص دلوقتي محمد لما ضمن برضه الحاجات اللي انا قلتها قبل كده وبرضه طلعوا سووني على الجنبين ان محمد ابراهيم ما كانش يكمل في نادي الزمالك بالظبط، وكان في كلام كبير جدا ان هو يروح نادي الاتحاد اعاره. بص محمد دلوقتي لما لعب وخد الفرصه كسر الدنيا، فهو لعيب الكوره مباريات، يلعب مباريات هتلاقي مستواه بيعلى. لكن انا حسيت ان انا بعيد خالص، فطلبت ساعتها في نهايه الموسم ان انا امشي بيع نهائي، مش هطلع اعاره. كان نادي الزمالك اصلا طلعني اعاره ساعتها، قلت لهم لا يا جماعه انا مش هقدر ان انا اكمل، ان انا ما اعرفش ان انا اقعد وماليش دور دي. انا لعيب كوره احب العب، احب اكون موجود في الملعب العب، انا مش موظف جاي ان انا واروح العب واتالق وهاتوني تاني بالظبط يعني. بس احس يعني، او انتوا تحسوا كمان ان انا لعيب كويس، ان انا لعيب متميز يعني. بالظبط. انا من جوايا حافز ان انا اطلع بره زي ما انت بتقول كده يا ابراهيم، ان انا اروح اكسر الدنيا مثلا في حته واروحها وارجع تاني بيتي نادي الزمالك. رحت التليفونات الحمد لله مشيت بشكل كويس كويس جدا، بس الزمالك ما كلمنيش. كان ساعتها باشمهندس فرج عامر. رحت سموحه، الحمد لله طلعت في سموحه. بس اللي زعلني زي ما بقول لك ان انا في سموحه الحمد لله ماشي بشكل كويس، وما لقيتش نادي الزمالك بيكلمني تاني. ما سموحه بقى دي تجربه فريده من نوعها. هقول لك ليه الامانه، لانه وصلت انت لقمه النضج بتاعك. لا علاء علي اللي بيكسب فرقته وبيلعبها، وكمان انت بتتمتع بيه كمشاهد وكمتابع. انا يمكن اغلب ماتشات سموحه في الوقت ده انا كنت متابعها بشكل كويس جدا، بالاضافه كمان للغزاره التهديفيه. انت سجلت عدد من الاهداف كمان محترم مع سموحه. ايه اللي فرق بقى مع سموحه في الوقت ده؟ بص، اول حاجه سموحه يعني نادي، عايز اقول لك نادي يعني نادي احترافي بمعنى الكلمه. مجلس اداره موفر ليك كل حاجه، فلوس موفرها، امكانيات في النادي، ملاعب موجوده، لبس موجود، كل حاجه متوفره لك. مع كمان باشمهندس فرج عامر كان جايب جهاز فني على مستوى عالي، كابتن حماده صدقي. انا من احسن المدربين اللي اتمرنت معاه في حياتي كابتن حماده. الراجل ده طبعا انا يعني بدين بيه بالفضل كابتن حماده. بجد شخصيه محترمه، انا اتعلمت منه. كنت برتاح في الملعب معاه، مش انا بس يعني، كنت انا وحمودي. نشوف كابتن حماده يعود سريعا لتدريب الفرق في الدوري الممتاز. طبعا التجربه الاخيره لم تكن موفقه، لكن ده لا يقل على الاطلاق من قيمه وقامه الكابتن. لا طبعا كابتن حماده مدرب محترم. كان اللعبه كلها مرتاحه معايا يعني في الملعب. كنت هي كانت فرقه تقيله برضه، كان في حمودي في الملعب، وهاني العجيزي، وابراهيم عبد الخالق، وطارق حامد، وشريف حازم، واوكا، وايمن اشرف، وعبد الرحمن فاروق، وسيد فريد. هي كانت فرقه تقيله. دي الفرقه الوحيده اللي ما بتفضاش، فرقه يعني عشان عندها رئيس لا فرقه يعني عشان عندها رئيس نادي محترم طبعا. فاللي بيمشي بيجي، اللي بيمشي بيجي مكانه، اللي بيمشي بيجي ما بيفضلش الفرقه. كل سنه يمشي 13 لعيب بس يجيب مكانهم 13 لعيب جامدين. يعني مش اللي هو بيفضي الفرقه ويجيب لعيبه بيبيع ويشتري، بيبيع ويشتري. بيستثمر لعيبه بشكل كويس، وبيقدر عينيه كويسه بيجيب لعيبه برضه بشكل كويس. يعني باشمهندس فرج بيقدر يجيب لعيبه يعني. طبعا الجهاز الفني طبعا هو رقم واحد، هو اختار، بس باشمهندس برضه بيبقى ليه نظره في اللعيبه. هو اللي جمع الفرقه اللي هي وصلت مع كابتن حماده، هم الاثنين اللي جمعوا الفرقه اللي وصلت نهائي دوري ونهائي كاس. فهو بصراحه ما بيبخلش على النادي باي حاجه، ودايما في ظهر اللعيبه، ودايما مساند اللعيبه في اي حاجه، وفلوس ما بتاخرش على اللعيبه ابدا. مكافئات، حتى لو كنا خدنا الدوري كان موعدنا بمكافاه كبيره، فهو ما بيتاخرش على اللعيبه. هسالك هو احنا ليه ما عندناش فرقه بتاخد الدوري زي ما بنشوف بره؟ يعني بنشوف مفاجآت كده على فترات، واحنا ليه ما نشوفش مثلا طلائع الجيش، الفرقه اللي انت ليه ما تقاتلش فجاه اللي نبص نلاقيها بتاخد بطوله الدوري؟ ليه مثلا مش فرقه زي فرقه حرس الحدود؟ ليه مش فرقه زي فرقه سموحه؟ ليه مش المصري؟ ليه مش الاسماء دي؟ هتجاوبني بقى بس بعد ما اخد. انت قلت لي انت شايف انه كابتن عماد السيد واحد من افضل حراس المرمى الموجودين في مصر دلوقتي. طبعا كويس جدا طبعا، وشايلنا فتره اخيره بصراحه. طيب هو معاك على التليفون، قول له الو. يا عمده. الو حبيبي، عامل ايه يا عمده؟ اخبارك ايه؟ انت عامل ايه؟ كله تمام يا نجم. يا كابتن عماد صباح الفل، اخبارك ايه يا سيدي؟ كله تمام؟ الحمد لله زي الفل الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ والله كله زي الفل الحمد لله. بتشيد بمستواك الحقيقه وظهورك المتميز مع فريق طلائع الجيش في الفتره الاخيره، وكنت بتكلم انا وكابتن علاء على
انه مهم جدا يبقى حارس المرمى ده صمام امان، يبقى واقف على رجليه كويس، بيشيل الفرقه في اكتر من مباراه من المباريات. احيانا الحقيقه انتوا بتظلموا في الانديه الثانيه بخلاف الاهلي والزمالك من حيث المتابعه، لكن في ناس كتير جدا بتقدر ده وبتقدر مجهودكم. عايز اتكلم معاك على تجربه طلائع الجيش السنه دي، شايف الى اي مدى هي موفقه، الى اي مدى هي ناجحه؟ طبعا انا يمكن دي اشاده يمكن وسام على صدري طبعا منك ومن علاء برضو. ده حقك والله، ده حقك. ربنا يخليك. الحمد لله. طبعا انا شايف يمكن السنه دي تجربه بالنسبه لي انا تجربه مفيده جدا، استفدت منها، قدرت ان انا ارجع اسمي تاني الحمد لله بعد السنه اللي هي تقول دي انا ما لعبتش فيها خالص مع كابتن طارق العشري. دي نقطه. النقطه الثانيه برضو انا سامعك بتتكلم على في جزئيه اللي هي ليه ما نشوفش مثلا فرقه زي طلائع الجيش بتنافس على الدوري او اي فرقه من الفرق الصغيره بغض النظر عن اهلي وزمالك. صحيح. دي بتختلف يا كابتن بقى، انا اقول لك دي بتختلف من طموح اللعيبه، من طموح لعيب لطموح لعيب. يمكن احنا مثلا السنه دي في طلائع الجيش يمكن عندنا لعيبه انا شايف ان هي كان بامكانها وبسهوله جدا ان انت ممكن تفنش ثالث على الاقل. ثالث. لما فرقه ما يكون فيها علاء علي واحمد عيد وعرفه واسلام كمال وجديد وعاصم وعصام، لا انا مش عايز اقول اسماء عشان ما انساش اسماء كلها خبراته كلها. بص لو احنا بنقول اهلي وزمالك يعني اهلي وزمالك، ومعاك مدرب مثلا على مستوى عالي برضه الكابتن طارق يحيى، راجل برضه راجل عنده حته ان هو يلعب على بطوله برضه. بس انت بيبقى في مقومات وفي ظروف. انا شايف ان احنا الظروف ما خدمتناش السنه دي. يمكن علاء يقول لك احنا يمكن الفرقه الوحيده اللي ما لعبناش كاملين من اول السنه. يا عيد موقوف، يا علاء مصاب، يا جديد بعيد، يا عرفه موقوف، اصابات، كميه اصابات غريبه اول مره اشوفها في حياتي. ايوه. كميه برضو بيحصل لك حاجه من كميه الايقافات برضو غريبه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه برضو زي ما بقول لك حته ان انت تنافس على الدوري دي محتاجه الاستمراريه، محتاجه النفس الطويل، ودي مش موجوده. عماد، اللعيبه اللي بتلعب في انديه غير الاهلي والزمالك ما بتبصش عليها كويس في المنتخب. يعني احنا بنتكلم عليك وانت واحد برضو من عناصر الحقيقه اللي ظهرت بمستوى كويس الموسم ده، وعناصر كتير واسماء كتير في الدوري، مش بس عندكم في طلائع الجيش. حقيقه بشوف في فرقه زي فرقه المقصه فيها نجوم كتير مظلومه، فيها لعيب كتير مظلومه ان هي ما بتروحش المنتخب. بص يا كابتن، انا شايف ان انت زي ما حضرتك بتقول طالما بعيد عن اهلي والزمالك ما حدش بيبص لك، ما حدش بيتابعك. يمكن الكلام ده كنت بتكلمه مع علاء بيقول لي يمكن من فتره، بيقول لي انت لو موجود في اي حته او في اداه اعلاميه قويه للنادي مثلا انت كنت رحت منتخب مصر وانت مستريح. يمكن انا يا كابتن بيبقى في طبعا بتابع طبعا ماتشات اهلي وماتشات زمالك. انا ببقى شايف ان في كور عاديه جدا ممكن مثلا اللي بتيجي مثلا لجنش مثلا بيتعامل معاه بشكل كويس، الشناوي بيتعامل معاه، شريف بيتعامل معاه بشكل كويس، وممكن تلاقي حاجه صعبه ممكن انا او اي جون تاني في الدوري بيطلعها بس ما بتاخدش نفس الصيت اللي الكره الثانيه دي خدتها. صحيح. انت فاهمنا يا كابتن؟ فدي حاجه برضو، دي حاجه انا شايف ان هي حاجه بتبقى اعلاميا. التعامل الاعلامي ايوه، مش بالشكل. وبرضو ان انت يكون عندك حد قوي في النادي يتكلم عليك. يمكن انا الكابتن طارق يحيى طلع كذا مره في كذا برنامج وهو بيحلل واتكلم، قال ان يا جماعه بصوا على عماد لازم يبقى موجود. طب اديني دفع مثلا معسكر، خدني اديني دفع مثلا، او اديني حافز ان انت خدني تجمع. ده برضو الحمد لله يمكن ما بيقللش مني او ما بيقللش من اي حد، انا مركز مع النادي. لا مهم برضو يديك الاحساس والتواجد في المنتخب اذا احتاجوك في اي وقت يلاقوك. واحنا مش بنتكلم بس عنك، احنا بنتكلم على بشكل عام كمان، بشكل عام. انا فاهم، انا بتكلم لان علاء دايما بيتكلم معايا في الجزئيه دي. يمكن انا شايف برضو ان علاء علي برضو مظلوم السنه دي. علاء برضو مظلوم السنه دي. يمكن علاء لسه عنده احسن من كده كتير قوي. يمكن مش ده علاء علي، دايما انا بقول له كده. دايما انا كابتن فرقه، دايما بقعد اتكلم معاه بقول له علاء يعني فرقه فيها علاء علي مثلا وعيد انت لازم تنافس. فانا شايف ان احنا برضو يمكن احنا مقصرين في حق نفسنا برضو شويه. شدوا حيلكم ان شاء الله باذن الله. انت المفروض عقدك مكمل فيه قد ايه مع الجيش؟ انا يمكن هي السنه دي يمكن انا ماضي اعاره سنه السنه دي، بس ان شاء الله انا يمكن عايز امدها ان شاء الله. عايز تمدها هناك. عايز تمدها. طيب ربنا يكرمك ان شاء الله باذن الله ويوفقك. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عماد، وصباحك زي الفل. وكلام مهم جدا برضو بيؤكد على نفس الفكره اللي انت بتقول عليها، انه لعيبه الاهلي والزمالك هي اللي الناس بتشوفها وهي اللي الناس بتتكلم عنها. وعنده برضو نقطه الحقيقه فيها جانب كبير جدا الحقيقه من الصدق والصراحه،
برضو الاعلام عنده دور، برضو طبعاً. الاعلام عليه دور. طبعا هو بس الاعلام بيوجه دايما. بيوجه صحيح. لو الاعلام عايز يخليك احسن لاعب في مصر، هيخليك احسن لاعب في مصر. لو عايز يبطل الكوره يبطل الكوره. صحيح. فطبعا الاعلام بيعلي وبيوطي طبعا، ما فيهاش كلام. ما ندمتش على مشيانك من نادي الزمالك؟ لا طبعا. بص يعني ندمت وما ندمتش. ندمت ان انا طبعا خرجت بره بيتي طبعا، اللي انا اتعودت اكون موجود فيه دايما. يعني انا حياتي كلها كانت زمالك يعني. صاحي زمالك، نايم زمالك، كل حاجه انت من زمالك. كام سنه وانت في نادي الزمالك؟ من وانا عندي 6 سنين لحد 24 سنه، 18 سنه في نادي الزمالك. ياه. فعمر المشوار نفسه انت خلاص يعني، المشوار بتاع نادي الزمالك وان انت خلاص. هي العربيه بتروح لوحدها النادي. العربيه بتروح لوحدها صحيح. ف... سفر لها نجيب. فطبعا لا طبعا انا يوم يعني من اوحش ايام حياتي اللي ما انساهوش، اليوم اللي انا فعلا كنت ماشي فيه نادي الزمالك. انت مش متخيل ان انت ماشي. انا عايز اقول لك انا رايح تليفونات طلع محترمه وكل حاجه، بس نفسيا لا زعلان من جوايا، زعلان جدا. غريبه شويه الحقيقه. نادي الزمالك من الزمالك للتليفونات دي نقطه غريبه شويه، اللي هو اللي كان موجود. لا والله كان في ساعتها كان مصاري كانت حلوه والجونه والتليفونات، بس التليفونات ساعتها كانت فرقه قويه وفرقه كانت بتصرف كويس جدا في الفتره دي. كان مين التليفون؟ كان مين؟ كان طلعت يوسف. ولا كابتن طلعت يوسف؟ والله العظيم يعني الراجل ده محترم ومدرب، يعني مدرب بصراحه من احسن المدربين اللي اتمرنت معاها. كابتن طلعت يوسف. طبعا تكتيك على مستوى عالي جدا في الملعب، وبعدين في ميزه ان هو يخليك 90 دقيقه تجري. طب بس انت تلعب ازاي مع كابتن طلعت يوسف؟ ده كابتن بالعكس، طلعت يوسف ما قعدتش معاه محتاج دقيقة. عساكر، محتاج ناس تنفذ يعني، مش وانت برضه مزاجنجي وبتحب تفوت وتعدي وترقص بس هو خلاني يعني. وصلني لمرحله بدني ان انا 90 دقيقه اجري بدني. كان معاه الدكتور احمد عبد اللطيف طبعا، ده اللي هو كان مع فرقه الداخليه السنه دي على مستوى عالي جدا. 90 دقيقه كنت بجري مع كابتن طلعت يوسف في التليفونات. انا بحب في الكابتن طلعت يوسف ان هو مدير فني صادق طبعا، يعني عارف اللي هو بيقوله بيتعمل طبعا. يعني هو كان مشرفني وما بيجاملش حد، لكن مشرفني نضيف في البرنامج هنا، وكان بيتكلم في نفس الجزئيه دي. اللعيبه، انا اللعيبه بتاعتي لازم تبقى واقفه على رجليها 90 دقيقه، يعني لازم تبقى واقفه على رجليها بالظبط. اذا اللعيب وقف 90 دقيقه على رجليه ينفذ لي اللي انا عايزه بالظبط. طول ما هو ما قادر ده، طول ما هو واقف على رجله هينفذ لي. فكلام برضو الكلام اللي انت بتقوله ان في حاجات كده بتاكد على جزئيات بالزبط. متعلقه هو كابتن طلعت اتقالت رقم واحد عنده الشغل البدني. ان انا اقف على رجلي، اقف على رجلي، وبعد كده اللي هو هيعوزه اللي هو يطلب منك في الملعب هتقدر تعمله، ان انت واقف على رجلك بدنيا. يعني انا يمكن السنه دي الوحيده اللي ما اتصبتش فيها خالص مع كابتن طلعت يوسف. ما شاء الله. فهو بيقدر يخلي اللعيب اللي فتره الاعداد فتره الاعداد رحت على فتره الاعداد مع كابتن طلعت والدكتور احمد، بيقدر يوقفك على رجلك، يخليك اللي هو 90 دقيقه ذهنك صاحي، تقدر تعمل اي حاجه هو عايزها منك في الملعب. الحمد لله كنت بدافع وبهاجم معاه. يعني السنه دي كانت ان انا اوصل الجون وارجع ادافع، اوصل الجون وارجع ادافع. وقفتني على السنه اللي بعدها رجلي بتاعت سموحه. يعني السنه دي وقفتني السنه اللي بعديها. يا الدرجه دي؟ والله كابتن طلعت انا كنت بقول لك انا مش مصدق انا بجد 90 دقيقه معاه وما بتعبش. فهو بيقدر اللي هو يخلي اللعيب واصل لمرحله كويسه. طبعا التكتيكيه بتاعته اللي هو بيطلبها منك طبعا. انا بقول لك كنت بدافع وبهاجم، هو عايز الطرفين اللي هم الهافين يدافعوا ويهاجموا. وكنت بعملها بشكل كويس جدا معاه، والدليل كان ان انا ما قعدتش معاه خالص. علاقتك ايه بالكابتن طارق يحيى؟ حبيبي يعني. حبيبي بجد والله يعني. بحبه جدا كابتن طارق يحيى. مبدئيا هو مسكني كتير جدا في نادي الزمالك في الناشئين. لما جيت اتكلم معاه بشكل كويس وقال لي ان انا عايزك السنه دي تفرق معايا، تلعب كوره، انا هديك حريتك. بيتكلم معاه بشكل كويس، دايما بيواجهني بشكل كويس. يمكن انا غلطت في كذا موقف. كابتن طارق قريب من اللعيبه طبعا. انا بقول لك غلطت في كذا موقف، المدرب تاني كان ممكن يبقى في مثلا وقف كبير او مشاكل وكده. لا طارق بيحتويني وبيلم المواقف، ده دليل ان هو بيحبني وانا بحبه. زي ايه يا برنس؟ لا مش هقدر اقول زي ايه. زي ايه يا برنس؟ مش هقدر والله، مش هقدر اقول. بس هعرف خلاص بقى، ده شغلتك تعرف. بس مش هقدر اقول. ما تاثرش عليا وتقول لي بقى احنا اصحاب وبتاع وجاي. لا هقول معلش. طب خلاص ماشي. ففي مواقف زي ما بقول لك كان ممكن مدرب تاني يذبحك فيها، لكن كابتن طارق لا، هو وقف معايا وحتى هو يقول لي دايما علاء انا بحبك وبحترمك. فانا برضك ببادله نفس الشعور، انا بحب كابتن طارق وبحترمه جدا. حتى لو انا بقول لك زعلت في موقف بيبقى غصب عني. يعني حاجه انا حتى بروح اعتذر له ثاني يوم لان ما بستحملش ان انا اكون ان هو زعلان مني. بس فكابتن طارق المدربين اللي انا بحبها جدا، وهو مدرب على مستوى عالي بقى، شغل كوره مستوى عالي طبعا. عندكم مجموعه من اللعيبه برضو اللي مشيت من نادي الزمالك. انت بتقول لي اخر يوم انت كنت ماشي فيه من نادي الزمالك كنت مش مصدق ان انت ماشي من نادي الزمالك. مين اللعيبه برضو اللي زعلت انها مشيت من نادي الزمالك؟ طبعا انا شايف برضه حسام عرفات من الناس اللي اتظلمت. حسام عرفات طبعا لعيب كويس جدا وكان ليه مستقبل في نادي الزمالك برضك. مشي من الفتره بتاعتي والله حسام، من اللعيبه اللي اتظلمت برضه. طبعا في برضك احمد المرغني كان ماشي بشكل كويس برضك وهي بس المشكله اللي حصلت له دي بتاعت
لما طلع اتكلم وكده، دي اللي فرقت معاه طبعا برضك من الناس اللي فرقت. لو كان كملت نادي الزمالك كان ليها برضك شأن دلوقتي نادي الزمالك ومن كباتن الفرقه، يعني لو انا كملت او مرغني كنا زماننا من كباتن الفرقه دلوقتي. فطبعا في لعيبه كلها كتير. ما لعبتش مع كابتن حسن؟ لا يمكن مرغني كان بيلعب مع كابتن حسن. احمد مرغني. يعني احمد مرغني الوحيد اللي كان بيلعب مع كابتن حسن. لكن انا وحسام على فترات، يعني يمكن انا بس لعبت ماتش واحد بس، ممكن حسام لعب برضك شويه. الله يرحمه كابتن محمود بكر كان بيلخبطني في اسمه، مره عرفات ومره فرحات. كان تقول تملك كابتن محمود بكر يقول لك الله يرحمه حسام فرحات. هو عرفات. هو عرفات. نسيت والله، نسيت هو فرحات ولا عرفات؟ لا عرفات. طيب دلوقتي على صعيد دلوقتي نادي الزمالك محتاج ايه نادي الزمالك كان عشان يحافظ على بطوله الدوري؟ هي محتاج حاجه واحده بس، الروح بتاعت السنه اللي فاتت. يعني شوف اللعيبه السنه اللي فاتت لما تجيب جون بتجري على بعض ازاي، والدكه بتجري في الملعب. دي السنه دي كانت مش موجوده شويه. اللي هو تحس ان يعني لما خدوا دوري وكاس في لعيبه تحس انها يعني ايه شمت نفسها شويه. فدي اللي فرقت السنه دي. لا بالعكس، انا كنت حافظت على نفس الحب اللي بين اللعيبه، على نفس الحماس اللي عندي جوايا. كان الناس جايه معلش من انديه جايه جعانه عايزه تعمل حاجه. في ناس عملت بعد كده تحس ان هي زي ما بقول لك شمت نفسها، يعني ارتاحت شويه. لو كانوا حافظوا على نفس المستوى والروح طبعا كان الزمالك السنه دي ياخد دوري مرتاح برضه. ايه رايك في رحيل عمر جابر واحترافه في بازل؟ لا طبعا بص، عمر من اللعيبه الكويسه. يعني من الاخلاق طبعا على مستوى عالي، وفي الملعب لعيب على مستوى تكتيك عالي. يعني اللعيب اللي اي مدرب يجي هيلعبه. ان هو بالشغل التكتيك اللي المدرب بيعوزه بيحصل في الملعب، عمر بينفذه. فطبعا انا بتمنى له ان شاء الله ان هو بره يطلع يثبت نفسه وما يرجعش. يعني برضك زي ما انت كنت بتتكلم على تريزيجيه، اتمنى تريزيجيه ما يرجعش. صحيح. اتمنى ان عمر ما يرجعش، ان هو يطلع بره يثبت نفسه ومن بازل محطه يروح لحته احسن زي مثلا محمد صلاح والنني. انت كام سنه كمان؟ انا داخل على 28 سنه. 28 سنه. تمام. الاحتراف ودي نقطه مهمه جدا عايز اتكلم معاك فيها، لانه اعتقد انه فاتك اكتر من فرصه للاحتراف. بالظبط. هسالك في ده وعندي اسئله كتير جدا جدا، بس نروح لفاصل. ليه فوتت على نفسك فرص احتراف كتير؟ والله يعني انا في نادي الزمالك كان جالي باوك اليوناني واول ما سبت الزمالك كان جالي نانت الفرنسي. بس الواحد ساعتها هو كان بيفكر غلط. يعني الواحد كان بيفكر انه عايز يفضل قاعد هنا وبيلعب في نادي الزمالك ومبسوط، ونجم هنا وبرنس راح جاي برضه على كابتن علاء علي، راح كابتن علاء علي. فهو الفكر كان غلط. يعني حتى يعني الواحد وهو صغير يعني ما عندوش اللي هو النضج اللي هو يقدر يفكر صح. فانا طبعا قصرت في حق نفسي، فكنت بفكر غلط طبعا. وما كانش حد برضك ممكن حد يفكرني او حد يديني معلومه. لا ما لقيتهاش في الوقت ده. ما لقيتهاش. ولا ده برضو اتغير لما محمد صلاح تألق بشكل كبير في روما، فاداكوا احساس كلكم كل اللعيبه اللي فاتها الفرصه او اللي لسه طالع انه ما هو محمد صلاح اهو طلع من العدم بقى نجم؟ بص انت كلامك مظبوط طبعا. محمد صلاح بس في قبل دي برضك تجربه ميدو، يعني اللي اتعلم من ميدو. ميدو خرج برضك وكسر الدنيا وطلع. يعني واحد برضك لو كان بص لميدو، ما هو ميدو اكبر منه كان قدر يعمل كده. إنه بس محمد صلاح يعني انا اقصد ايه، ميدو تجربه انتوا شفتوها او الناس تابعتها في نهايتها. تمام. على عكس مثلا محمد صلاح قدامك اللي هو اتخلقت الفرصه قدامك. صلاح دلوقتي خلى لعيبه كتير من جواها عندها حته اللي عايزه تحترف. بالظبط كده. وموجوده دلوقتي. انت دلوقتي في عمر جابر طلع، تريزيجيه طلع، حتى هتلاقي كله بيحاول يطلع رمضان صبحي عايز يطلع نفس الطريقه. بازل هو بازل، ومن بازل حاجه ثانيه، ياخد بازل محطه ومن بازل يطلع. فحتى طبعا محمد صلاح طبعا فتحت يعني اللعيبه كتير جدا حته مجالات تبص ان هي تحترف. ليه ما تبقى زي محمد؟ طبعا محمد ما شاء الله مشرف الكره المصريه كلها ومشرف العرب كله. فكله دلوقتي بيفكر ليه ما بقى زي محمد صلاح. طبعا الطموح موجود، بس زي ما تقول السن، يعني اللي يفكر برضك يفكر في سن صغير. لكن انا دلوقتي عندي داخل على 28 سنه في الثانويه، صعبه شويه. هي صعبه طبعا كتير، مش صعبه شويه. طيب كنا بندردش في الفاصل سوا على حسام عاشور. فانا بقول لك في لعيبه برضو ما انضمتش المنتخب، ومن ضمنهم لعيبه جوه النادي الاهلي حسام عاشور. ده لعيب جامد قوي. لا حسام عاشور بص، يعني انا من اللعيبه اللي بحبها اتفرج عليها، تكون موجوده في الملعب. غريبه دي يعني. لا انت لعيب مهاري، يعجبك الستايل بتاع حسام عاشور ازاي يعني؟ بالعكس بالنسبه لي دي غريبه. لا حسام عاشور يعني هو رمانه الميزان بتاعت نص الملعب بتاع الاهلي. طبعا كابتن حسام غالي بيفرق بشكل كبير، بس اللي يظبط نص الملعب في النادي الاهلي حسام عاشور. حسام عاشور بيلم ورا الدنيا كلها.
هو اللي بيفسد هجمات الفرقه الثانيه. وبعدين عنده ميزه زي ما بقول لك اللي هو بيسلم ويستلم صح، وبيدور الكوره بيغير الملعب من اليمين للشمال، بتفرق كتير بشكل كبير. يعني لما بيغيب الاهلي بيتاثر بشكل واضح. فحسام عاشور طبعا بيفرق مع النادي الاهلي، ومن اللعيبه اللي انا شايف ان هي مظلومه انها مش موجوده في منتخب مصر. طبعا يعني على مدار السنين دي كلها ما بيقول لك اللي موجود احسن 5 6 ماتشات يعني هو الجهاز الفني دايما بيقول لك طب ما هو اللي موجود احسن منه اخده ليه؟ لا هي دي وجهه نظر جهاز فني، لكن انا بتكلم وجهه نظر انا، لا طبعا كان واحد بقيمه حسام عاشور لازم يكون موجود في منتخب مصر طبعا. طيب هعرض لك بقى يا سيدي فيديوهات واخد تعليقك عليها، وبعدين اسئله كده اختياريه مهمه جدا. الفقره دي انا ماليش دعوه بيها. يلا. اكيد فاكر الجون ده طبعا. ده جونك في نادي الزمالك الدوره الرباعيه، في الدوره الرباعيه، ومن الاهداف المؤثره جدا. تمام. تعليقك ايه؟ لا طبعا زي ما انت بتقول جون مؤثر جدا. هو طبعا صعب عليا شويه ان هو عشان في نادي الزمالك، بس انا كان من جوايا برضك عايز، من جوايا عندي حته ان انا عايز اثبت نفسي قدام نادي الزمالك. بس انت ما زعلتش، انت عملت الطبيعيه. لا بص يعني حته الفرحه طلعت غصب عني، بس مجرد ما جريت ليني وقفت يعني. بس زي ما بقول لك يعني انا كان جوايا حافز ان انا لا عايز اثبت نفسي قدام نادي الزمالك. ده حاجه ما تقللش مني ولا تقلل من حب نادي الزمالك، بالعكس ده حاجه من جوايا لاثبات النفس بس مش اكتر. بس كنت طبعا مبسوط جدا ان انا جبت جون طبعا. ماشي اللي بعده. عايزين بقى المباراة تحلو لسه حتى الآن رغم مرور 20 دقيقة. اللعبات والتمريرات مقطوعة. الاهداف الحلوه قوي طبعا. ده جونك في انبي. ده في انبي. وده كان اول جون اجيبه مع نادي الزمالك. ماتش رسمي. طبعا ليه فرحه خاصه طبعا. وجريت على عميد ساعتها حضنته، ان هو انا كنت يعني كنت بقول لكابتن حسام الماتش كنت تعبان، كان عندي دور برد. هو قال لي انت هتلعب وهتجيب جون وهتبقى كويس في الماتش، فعشان كده اول ما جبت الجون جريت عليه. فطبعا الجون ده ليه ذكرى خاصه عندي طبعا، ان هو اول جون جبته مع نادي الزمالك، فما اقدرش انساه طبعا. اول هدف رسمي مع نادي الزمالك. تمام. طيب ابتدي يا سيدي بالاسئله يلا. افضل مدير فني اتعاملت معاه دي كاستال ولا حسام حسن ولا حلمي طولان مع حفظ الالقاب للجميع؟ كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن. اللي بعده. افضل كابتن فريق اتعاملت معاه عبد الواحد السيد، ابراهيم عبد الخالق، عماد السيد؟ طبعا كابتن عبد الواحد. طبعا كابتن عبد الواحد. اللي بعده. افضل لعيب زميلته في فرقه من الفرق اللي لعبت فيها، شيكابالا ولا احمد جعفر ولا احمد عيد عبد الملك؟ لا شيكا. شيكا ماشي. لاعب كنت تتمنى اللاعب بجواره، ابو تريكه، حازم امام، محمد بركات؟ بص لاعب كنت اتمنى انا اوريدي لعبت مع كابتن حازم امام. يعني الحمد لله والله الحق. اول ماتش لعبته في حياتي نزلت مكان كابتن حازم امام، كان ماتش المصري. نزلت مكان كابتن حازم امام، طبعا ده شرف ليا ان انا اكون لعبت مع كابتن حازم وان انا انزل مكانه كمان. وكان نفسي انا العب مع كابتن محمد ابو تريكه. ابو تريكه طبعا يعني من اللعيبه اللي انت تتمتع منها في الملعب. اتمنى ان انا كنت موجود جنبه، يعني ما انا حاسس ان لو موجود جنبه هطلع كوره ثانيه خالص فعلا. والله يعني من بجد من الناس اللي هي لعيبه الكوره تحب تكون موجود معاها في الملعب. انت لما ما فيش بقى منتخب، ما لحقتش مع المنتخب؟ لا ما كنتش موجود معاه. لا مش موجود. طيب اللي بعده. اصعب لحظاتك في كره القدم؟ خساره كاس مصر مع الزمالك، الرحيل عن الزمالك، خساره الدوري مع سموحه؟ لا انا بالنسبه لي انا يعني اللي حسيت ان انا تعبت فيه اللي هو خساره الدوري مع سموحه. ده اكتر حاجه، لان انا خسرت الكاس مع الزمالك انا نزلت 9 دقائق يعني زعلان جدا، بس ما قدرتش اعمل حاجه. يعني انا لعبت وقت قصير جدا، لكن هنا انا لاعب يعني يعتبر الدوري الموسم كله. طبعا لا الخساره بتاعت سموحه طبعا دي انا كنت يعني بموت من جوايا. كان نفسي ان انا احقق حاجه هتتنسب لك ومش هتتنسي. انت تاخدها مع نادي سموحه، ممكن تاخد مع الزمالك والاهلي دوري عام بس هيتنسي من كتر ما خده. لكن سموحه هتاخده مره واحده هتعليك طبعا طول العمر، زي كابتن مجدي عبد الغني اهي عينين مطلع عينينا من ساعتها. بس ما حدش جابها غيره بصراحه. من حقه بصراحه. وخلص وراح قال لك من حقه ما حدش جابها غيره. اللي جابك زمن الكفار؟ قال له يا عم انا الجون الاولاني جاي اخويه هنا. شفتوش انت الفيديو ده؟ لا شفتوش. يا ريت تشوف والله عشان شفتوش. لا بس من حقه الراجل اللي جاب جون كاس العالم ما حدش جابها غيره بصراحه. حقه. طبعا لو كنت خدت دوري يا عم مع سموحه هتفرق معايا طول العمر. لا بيستحق الاحتراف. رمضان صبحي، مصطفى فتحي، كهربا؟ لا طبعا مصطفى ورمضان
يمكن عشان صغر سنهم طبعا يستحقوا طبعا اكتر. أكتر. وكهربا طبعا، بس انا بتكلم على الاثنين دول عشان لسه صغيرين يعني، وقدامهم فرصه كويسه ان هم يلعبوا في انديه كمان كويسه، يعني ممكن ما يطلعش نادي صغير، ممكن يطلع مره واحده لنادي كبير. نادي كبير. امكانياتهم عاليه الاثنين. ماشي يلا، هعرض لك صوره وكل صوره من الصوره ديت هتقول لها رساله. كابتن حلمي طولان. بتمنى له التوفيق مع سموحه، بجد هو يعني من الشخصيات المحترمه اللي الواحد اتعامل معاها، ومدرب مجتهد جدا، يعني بيتعب جدا في الملعب، بيقدر يحفظك جمل اللي هي انت اوريدي بتعملها في الملعب وانت مغمض. فانا بتمنى له التوفيق مع سموحه، وان شاء الله ياخد مركز كويس ان شاء الله مع سموحه. ماشي. كابتن ابراهيم حسن. كابتن ابراهيم طبعا هو كابتن حسام عندي واحد يعني، مفيش اختلاف. يعني من الناس اللي بحبها جدا بجد، وهم عاملين طفره في اي نادي يمسكوه يعني، فاتمنى لهم التوفيق مع النادي المصري بعدك ان شاء الله. وحيد. كان نفسي يكون موجود لحد دلوقتي في الملعب بجد والله، حتى لو مش في الزمالك في نادي تاني، ان هو يستحق يكون موجود، هو جون كبير. حازم امام. ده اسطوره الكره المصريه. مفيش كلام، ده اسطوره الكره المصريه، ده فخر النادي الزمالك والزمالكاويه كلهم والمصري طبعا. صحيح. اللي بعده شيكا. يعني انا شايف الفتره الاخيره والله بجد شيكابالا يعني بيرجع شيكابالا، يعني شايف في ماتشات يعني حتى قدامنا احنا في ماتش الجيش شيكابالا ظهر بمستوى كويس جدا، فان شاء الله اتمنى له الفتره الجايه يكون موجود ويرجع شيكابالا بتاع الاول ان شاء الله. هو اوريدي ان شاء الله هيرجع يعني. وانا اتمنى لك كل توفيق ان شاء الله باذن الله، واتمنى اشوفك متالق الموسم اللي جاي ان شاء الله باذن الله، سواء كنت هتكمل مع طلائع الجيش، سواء هيبقى عندك تجربه احترافيه ثانيه، ايا ما يكون انت لعيب متميز جدا جدا، واحب اشوفك كمان في منتخب مصر ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب يا ابراهيم، وان شاء الله يعني الواحد يجتهد كده ان شاء الله، سواء زي ما انت قلت في نادي طلائع الجيش او في نادي ثاني، انا اي نادي بنتمي ليه بخلص ليه، وان شاء الله اكون الفتره الجايه موجود في منتخب مصر، وده شرف لينا اكون في منتخب مصر يعني الفتره الجايه، فربنا يكرم ان شاء الله. وانا كنت مبسوط ان كنت موجود معاك النهارده بجد. شرفنا يا سيدي. ربنا يخليك. معزتك عندي قد ايه، وانت لعيب من اللعيبه المحترمه جدا، من اللعيبه اللي الواحد يحب يتفرج عليها في الملعب. ربنا يخليك يا ابراهيم، ربنا يخليك يا رب، انت بتدي الواحد يعني فوق حقه، فربنا يخليك. ربنا يكرمك يا رب، بشكرك شكرا جزيلا. مش بديك فوق حقك ولا حاجه، بدي لك حقك الحقيقي. ربنا يخليك يا رب. دي كانت حلقتنا النهارده من السوبر، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل. بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده في نفس الميعاد ان شاء الله باذن الله الساعه 12:30. اشوفكم على خير، تصبحوا على الف خير، سلام عليكم.